مساء الورد والياسمين على حبايب قلبي الغاليين. أهلا بيكم في قناتي حكايات روكي. النهاردة جايبالكم حكاية أنا متأكدة إن شاء الله هتعجبكم. حكايتنا رومانسية أحداثها مثيرة من قلب الصعيد. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل الحلقات الجديدة. أهلا بيكم ويلا مع بعض نبتدي حكايتنا. كانوا ال3 عرايس داخلين السرايا مع فارس كبير الصعيد، وكل واحدة فيهم جواها هم وحزن ما عدا واحدة هي اللي كانت فرحانة. وهو قال لهم: ألف مبروك يا عرايس، السرايا نورت بيكم. مفيش واحدة فيهم ردت غير أسماء وقالت: ده نورك يا كبير، ما تعرفش أني فرحانة جدي إني بقيت مرتك. بصت لها ليلى وسارة بغل وسكتوا الاتنين، وهو اتكلم وقال: هو ما فيش غيرك هنه اللي فرحانة ولا ايه؟ جرى ايه يا عروسة منك ليها؟ مالكم كده مش فرحانين ليه كيف بنت عمكم؟ ليلى بتحدي: وايه بقى اللي هيفرحنا اياك؟ أني أساسا ما كنتش عايزة الجوازة دي. امال كنت عايزة ايه يا بنت فؤاد؟ اسمعي، لو طالبة معاك تحدي كيف ما بتعملي دلوك اكده، فاني بحب التحدي قوي. بس ده مش تحدي عاد، ده اللي عندي عشان انت هتلاقيني كده على طول. طيب ابقي وريني هتفضل كده لحد ميتة. وانتي يا اللي اسمك سارة، ايه في حاجة مش عاجباكي هنه ولا في حاجة مش عاجباكي في الجوازة؟ بقول لك ايه، هاني لا في حاجة عجباني ولا غيره، هاني ما عايزاش اي حاجة. انت مش خلاص اتجوزتني بقى؟ عايزة ارتاح فين الأوضة بتاعتي، عايزة اتخمد فيها. واه، من اولها كده عايزة تتخمدي على طول؟ طيب الأوضة بتاعتك فوق، اطلع اختاري الأوضة اللي تعجبك يلا. وانت ما عايزاش تطلع انت كمان على اوضتك يا اسماء؟ لا أنا ما طلعاش غير معاك يا كبير، هو أنا ليا بركة غيرك انت؟ بس انت يا بت، انت اللي شكلك كده هياجي منك صح. انا حاسس ان انت الوحيدة اللي فيهم مبسوطة. وهو أنا يعني هكون بقيت مرة الكبير وما كونش أني أسعد واحدة في الدنيا؟ انت بس تسيبك من البومتين اللي انت اتجوزتهم دول وتخليكي معايا، واني هدلعك وهننك وخليك أسعد راجل في الكون كلاته. فارس قلب سخرية: طيب يا اسماء اطلع اسبقيني على فوق، واني هبابة كده وطالع وراك، يلا روحي. بس كده من عينيا التانيين، بس وعاك تتأخر عليا عاد. وطلعت أسماء ودخل الغفير سعفان وقال: يا كبير، الحاج سالم عمك والحاج منصور واقفين برا وعايزين يدخلوا لجنابك، دخلهم يا سعفان. ودخل منصور وسالم قال له: ايه اللي احنا سمعناه ده يا فارس؟ بقى تروح تحط يدك في يد فؤاد وصلاح وعادل وتتجوز بناتهم ال3؟ ليه؟ انت اتجنيت في عقلك ولا ايه؟ جرى ايه يا عمي؟ من ميتة وانت بتتكلم معايا كده؟ وبعدين انا الكبير واعمل اللي على كيفي، ولا انت نسيت اياك؟ واتكلم الحاج منصور: يا فارس يا ولدي، عمك يقصد يعني يقول ان ما كانش ينفع انك تتجوز 3 مرة واحدة كده، وكمان بالذات من عيلة جناوي، وانت عارف اللي حاصل بين عيلتكم وعيلتهم من زمان، ولا انت نسيت ان اخوك راح بسبب العيلة دي؟ لا يا حاج منصور، أنا ما نسيش واصل، أنا بس عملت كده لغرض في دماغي، أنا بفكر فيه، وبعدين فيها إيه لما أتجوز 3 ولا حتى 4؟ أنا حر، وكيف ما قلت أنا الكبير. سالم: كنت طول عمرك الكبير العاقل في العيلة دي، بس الظاهر كده يا فارس إني غلطان لما قلت إنك العاقل. اسمع يا عمي، أنا دلوقتي داخل على دنيا جديدة وما عايزش أدخل في مناورات ولا مشاكل واصل، أنا عايز أعيش في هدوء وبس. اعمل ما بدالك يا فارس يا ولد أخوي، واللي يلد عليك اعمله، أنا ماليش صالح بيك عاد بينا يا حاج منصور. ومشي سالم ومنصور من عند فارس، وبعدها دخل مكتبه وما طلعش لولا واحدة فيهم. وتاني يوم الصبح أسماء خبطت على ليلى وقالت لها: صباحيا مباركة يا عروسة. ايه يا ست ليلى، هو انت مش قلت انك ما عايزاش الجوازة دي؟ امال اللي انت عملتيه ده يبقى اسمه ايه عاد؟ ليلى باستغراب: هو ايه اللي انا عملته وانا ما عارفاش يا أسماء؟ وضحي كلامك كده، يعني ما عارفاش انك تاخدي فارس عنديكي بعد ما كنت بتقولي له قدامنا قال ايه؟ انا ما عايزاش اتجوزك. اظهري وباني على حقيقتك يا بنت عمي بقى، كنت بتضحكي علينا عشان انا اطلع اوضتي وانت تخليه يبات معاك الليل، مش عيبك ده بردك ولا ايه؟ هو مين ده اللي بات عندي؟ انت اتجننتي في عقلك؟ انا اصلا ما عايزاش الجدع ده، ولا عايزه ابص في خلقته عاد، واني ولا شفته ولا عايزه اشوفه واصل. واه، امال هو فين من امبارح؟ يبقى راح عند البومه التانية، ما هي كمان لئيمه وصفرة.
كيف أمها بالتمام. وراحت أسماء خبطت على باب أوضة سارة وقالت لها هو فين يا سارة؟ خليه يطلع لاني عايزاه في حاجة مهمة، خليه يطلع. سارة باستغراب هو من ده يا مخبلة في نافوخك انت عاد؟ انت بتتكلمي عن مين يا بنت انت؟ بتكلم عن الكبير اللي اتجوزنا يا سارة. هو مش عنديكي بردك ولا ايه؟ اكيد خدتيه تحت جناحك، عرفتي تلعبيها صح الصح يا بنت جليلة. بقولك ايه يا اسماء، لم لسانك واياكي تغلط بكلمة واحدة، انت سامعة ولا لا؟ وبعدين كبير ايه يا ام كبير اللي عندي؟ انا جايلة لحالي ان لو جرب من هنا انا مخلص عليها على طول. والله انكم انت والبومة التانية ما تستاهلوا واحد كيفه. طيب هو بات فين؟ أنا لازم أنزل أشوفه تحت، جايز يكون هنا ولا هنا. ونزلت أسماء وسألت اللي بتشتغل في السرايا وقالت لها بقول لك إيه يا اللي هو أنت اسمك إيه؟ أنا خدمتك سنية يا ست هانم، أموريني هو البيه فين؟ هو بات فين؟ أنا ما شفتوش من عشية. فارس بيه كان بايت في أوضة مكتبه يا ست هانم، وجم من النجمة وخرج بره السراي، بس ما عرفاش راح وين. أصل هو متعود على كده إنه هو يخرج وما يقولش رايح وين ولا جاي من وين. وكمان يا ست أصل. وقبل ما تكمل كلامها أسماء قالت لها هو جرى إيه يا بنت انت عاد؟ هو انت إيه بلعت رغي واتفتحت ولا إيه؟ يلا غوري من هنا روحي شوفي شغلك عاد. جريت ثانية وهي بتقول أمر جنابك أديني ماشية أهو. وأسماء قالت لنفسها بقى كده يا فارس؟ طيب ماشي بشوقك. وفي المطبخ دخلت ثانية وهي بتبرطم بالكلام، وأمها اللي اسمها فهيمة قالت لها مالك يا بت فيكي ايه؟ داخله كده وانت عماله تشتمي وتغلطي، ايه اللي حصل؟ يعني انت ما سمعتيش اللي البيه اتجوزها دي وهي بتزعق فيا يما؟ ده عامله كيف البومه، انا ما عارفاش فارس بيه ايه اللي عجبه فيها دي. وانت مالك يا حزينه انت؟ عايزه فارس بيه يعمل معانا مشكله ولا ايه؟ خلينا هنا ناكل عيش وبس، وملناش صالح باي حاجه بتحصل هنا واصل. بس أنا برضك مستغربة يما، هو ليه عمل كده؟ ليه اتجوز التلات بنات دول من بيت واحد كده؟ ولا هو بقى معجب بالتلاتة مرة واحدة قام اتجوزهم؟ فهيمة الله أعلم يا بنتي. وبعدين انت عارفة فارس بيه لا بيحب حد يقول له انت عملت كده ليه ولا ما عملتش كده ليه، هو بيحب يمشي بدماغه وبس. على رأيك يما، ما احنا سمعنا بالليل كان بيزعق كيف العمو والحاج منصور. فارس بيه مش بيهمه حد واصل. يلا ربنا يستر على اللي جاي. أنا كده لسه ما عارفاش التنين التانيين عاملين كيف ولا هيتعاملوا معانا كيف، ربنا يجيب العواقب سليمة. وفي بيت فؤاد أبو ليلى مراته اللي اسمها سعاد قالت له بقى كده يا فؤاد بتجوز بنتك لولد المنشاوي ليه؟ ايه اللي خلاك تعمل فيها كده؟ أباي عليكي مرة، هو انت يا ولية ما عايزاش تكتمي ليه؟ وبعدين ده اتجوزها يعني ما هيعملش فيها حاجة عفش. وانت بقى يا فؤاد انت وخواتك ما فكرتوش ليه ولد المنشاوي جالكم وطلب يد بناتكم انتوا التلاتة مع بعض؟ عشان هو رايدهم ورايد يتجوزهم مع بعض، وبعدين الشرع محلل له 4 يتجوزهم. ايه هتعترضي على حكم ربنا اياك؟ والله انا ما عارفاش، بس انت دماغك دي كانت فين ساعة لما وافقت؟ دي ليلى بنتك الوحيدة اللي كانت الدلوعة بتاعتك تعمل فيها كده. أباي عليكي وليا بومة وزنانة بصحيح، أنا ماشي من قدامك عشان تبطلي كلامك اللي زي السم ده، واعمل حسابك إننا هنروح لبيتك النهاردة نطمنوا عليها جبر يلمك وليا بومة. قال كلامه ده ومشي من قدامها وهي فضلت تعيط على بنتها. أما في بيت صلاح مراته جليلة قالت له أنا عايزة أروح لبيت دلوك يا صلاح، أنا قلبي واكلني على البيت وعايزة أشوفها، يلا بينا نروح السرايا على طول كده عشان أنا بنتي عايزة أشوفها. اهدي يا جليلة كده وصلي على النبي، احنا لساتنا في الصباح. وبعدين يعني هي بنتك ايه اللي هيجرالها يعني؟ ما هي في بيت جوزها يعني مش عند حد غريب. بالذمة يا راجل انت مصدق نفسك؟ قولي مصدق انك جوزت بنتك الواحد هو وعيلته بيناتكم مصانع الحداد من زمن الزمن؟ أنا ما عارفاش عقلي كان فين لما مشيت وراك. اكتمي يا جليلة واقفلي خشمك ده، انت اللي دخلك في الحوار، بنتي وانا حر فيها، انت مالك بقى؟ مالي؟ كيف يا راجل؟ هي مش سارة دي تبقى بنتك كيف ما هي بنتك؟ ولا أنا بيتهيجلي ولا ايه الحكاية عاد؟ بس انا عارف مصلحتها زين، بكرة لما تجيب له حتة عيل من صلبه هي هتبقى ست البلد كلتها، وساعتها هتشكريني اني جوزتها للكبير. الكلام ده لو ما كانش متجوز معاها 2 غيرها يا صلاح، بنات خواتك معاها
هما كمان تفتكر بقى هو هيبقى مع مين فيهم؟ مالكيش صالح انت بالحوار ده. أنا سارة بنتي عاقلة وواعية، وهتعرف إنها تحتوي لصفها وتخليكي في الخاتم في صباعها. انت بس بعدي عنيها وسيبيها لحالها إياك، واعمل حسابك هنبقى نروحوا على العشية كده نزوروها. أما في بيت عادل أخوهم التالت قال لمراته: انت اتكلمت مع بنتك يا دلال قبل ما تطلع من هنا؟ عرفتيها كيف تتصرف مع الكبير ولا لا يا ولي؟ دلال مراته اتكلمت: أمال ليه يا عادل؟ أنا فهمتها على كل حاجة، وقلت لها خليك انت البريمو اللي فيهم، خليه ما يشوفش ولا واحدة غيرك، ويبقى معاك انت طول الوقت، وسيبك من بنات عمك دول. جدع يا دلال، بس ياك البت تبقى ناصحة كده، وانصح من تنين. حكي ماني خايف عليها قوي منيهم، بس ثاني متفائل خير ان شاء الله، وعارف ان البت اسماء دي ناصحة. امسك الخشب يا عادل، ما يحسد المال الا اصحابه يا اخويا. وعلى كده بقى ناويين نروح نزورها ميتة؟ على المغرب كده نبقى نروح. انا عايزك بقى واحنا هناك تبقى تجيب لنا شوية فاكهة كده، على بطة محمرة، على ديك رومي. ما هو بقى كل ده عز بيتنا. من اولها كده يا راجل عايزنا اروح اقول لهم هاتوا الوكل وبط ووز وديك رومي؟ يا راجل مش من اولها كده. امال انت قول لي ناوي على ايه مع الكبير؟ هتاخد الارض ولا ايه؟ هو قال انه هيكتب لي الارض النهارده اللي هي مهر بيتنا، واني مش ناوي اسيب له حاجه. مش كفايه اني وافق تجوزه لبنتي وهو متجوز بنات عمامها؟ وبعدها في بيت فارس كان داخل من باب السرايا، واسماء شافته وزعقت فيه وقالت: هو ده اللي قلت انك هتاج ليا لما اطلع فوق؟ يعني انت كنت بتضحك عليا عشان تخليني اطلع فوق وانت تبات هنا تحت؟ انت ما جيتش ليه يا فارس؟ انت بتتكلمي بصوت عالي كده ليه يا بت انت نسيتي حالك ولا ايه؟ انت لما تتكلمي معايا توطي صوتك وما يعلاش هنا، ولا يكونش ابوك معرفكش كيف تحترمي جوزك عاد. أنا بقول يعني يا فارس إنك قلت لي إنك جاي ليا وضحكت عليا. أنا زعلانة منك واصل. انت هنا تعيشي كيفك كيف أي حاجة موجودة هنا. انت سامعة ولا لا؟ أمرك يا كبير، بس برضك أنا ما عايزاش واحدة فيهم تاخدك مني. أنا كنت عايزة أبقى أول واحدة معاك. اسمعي لما أقولك، انت تطلعي فوق على أوضتك وما شوفش وشك واصل، انت سامعة؟ واني بقى أما ياجي مزاجي هبقى أطلعلك يا روحي. وجريت أسماء على فوق وهي خايفة، وبعدها دخلت أم فارس من بره وقالت: ايه اللي انا سمعته ده يا فارس؟ هو صح اللي انت عملته ده عاد؟ انت فعلا اتجوزت 3 بنات من عيلة الجناوي؟ الحمد لله على السلامة يا ام فارس. مش تسلم الاول عاد ولا ايه؟ مالك دخل عليا حامية كده؟ عشان أني لما سمعت اللي حصل ده اتجنيت يا ولدي. ليه تعمل كده؟ ليه تدخل الناس دي عندينا هنا وانت عارف الحرب اللي بيناتنا وبينهم من سنين؟ بقى عشان كده انت كنت بتخليني اروح اسكندرية عند خالتك عشان تعمل كده من دماغك يا فارس؟ أنا ما مصدقاش واصل. مالك ياما دخل عليا كده وواخداني على الحامي؟ هو أنا يعني عملت جريمة إياك؟ أنا بس اتجوزت يا أم فارس. هو مش ده كان حلمك إنك تشوفيني عريس؟ أيوة طبعا يا ولدي، أنا كنت بحلم باليوم اللي أشوفك فيه عريس، لكن مش عريس الواحدة من عيلة الجناوي، ويا ريتها واحدة. دول 3 3 يا فارس، 3 يا ولدي، مرة واحدة كده. ليه بتعمل في حالك كده؟ أنا عايزة أرجع هيبتنا وسط البلد، وأرجع لعينة المنشاوي كلمتها من تاني. أنت عارفة إن ما كنتش أصلا موافق على موضوع الجواز ده من الأول، بس عشان خاطر مزاجي أني أعمل أي حاجة. والله ما أنا فاهمة منك حاجة واصل. بقى كده يا فارس أنا عايزة أصدق اللي حصل ده، مش قادرة أستوعبه. بكرة تفهمي كل حاجة يما، ودلوك خلي ثانية تنادي على العرايس عشان يسلموا عليكي. واني ما عايزاش أسلم على حد، أنا تعبانة وطالعة على أوضتي هرتاح من السفر. وسابته وطلعت على فوق، وفارس لقى عادل داخل عليه وهو بيقول له: سلام عليكم يا جوز بنتي، كيفك كده يا ابو النسب؟ طمنا عليكم، واوعى تكون البت اسماء زعلتك في حاجه اياك. انت ايه اللي جابك دلوك يا عادل؟ انا سمحت لك انك تاجي؟ واه انا جاي اطمن على بنتي يا كبير، ولا هو اني مش من حقي اني اشوفها واطمن عليها ولا ايه؟ اني بس اللي اقول ميتة تاجي طمن عليها وميتة ما تجيش. انت سامع؟
ودلوك يلا من هنا ارجع بيتك وابقى تعالى في العشاء. عادل بحزن: واه، طيب انت متى بتسجل لي الارض اللي جنابك قلت لي عليها؟ لما يجي مزاجي يا عادل هبقى اجيلك واقول لك هنروح ونسجل الارض باسمك، بس ثاني ما عايزش كل دقيقة والتانية تزن عليا كده. امر جنابك يا كبير. طيب هي البت اسماء بخير وزينة يعني؟ امال يعني هكون كلت هياك. بنتك بخير يا عادل، يلا روح من هنا. ومشي عادل وفارس. قال لنفسه: هاني بوريكم يا ولاد الجناوي. طلع عند سارة: انت ايه اللي جابك هنا؟ وبعدين هو مش في باب تخبط عليه ولا ايه؟ في حد يدخل على واحدة كده؟ وهو انا داخل على واحدة غريبة اياك؟ انت مرتي ولا انت نسيتي؟ لا ما نسيتش، بس لحد دلوك انا لسه ما بقتش مرتك. يلا بقى روح من هنا. انت واعية الكلام كده ولا مش واعية؟ ولا شكلك كده عايزاني اوريكي الوش التاني؟ ويطلع ايه بقى الوش التاني ده؟ ولعلمك بقى انا ما بخافش، واللي عندك اعمله يا كبير. ده انت بقى على كده ناوية تتعبيني معاكي، مش كده بردك ولا ايه؟ على العموم انت مرتي. وراح وقعد على السرير، وسارة قالت له: وده يطلع ايه بقى ان شاء الله اللي انت عملته ده؟ بريح على فرشتي. هي ما عايزاش جوزك يريح في فرشته ولا ايه؟ لا، انت روح كده وتشوف لك اي فرش تاني عند اي واحدة من التنين التانيين، انما اني ما عنديش حد هيريح هنا. انت بقى ناوية تمنعيني عنك ولا ايه؟ انت فاكر اني هسيبك عندي هنا؟ لا، اتفضل بقى اخرج بره. يعني حتة بنت مثلك كده تتكلمي معايا يعني بالطريقة دي؟ فوق يا حلوة. انا كده وهتعامل معاك على كده. ايه رأيك بقى؟ شكلك مش ناوية تجيبيها البر يا بنت صلاح، وشكل ابوكي معلمكيش تتكلمي مع جوزك. لا معلمنيش، عشان ابوي مش بيدور غير على مصلحته وبس. وانت كمان اتجوزتني هاني وبنات عمامي عشان المصلحة. قولي انت اتجوزتنا ليه احنا التلاتة كده؟ مالكيش صالح اتجوزتكم ليه؟ انت هنا ترضي باللي انا عملته وانت ساكتة وبس. بس اني ما رضياش وما عايزاش اشوفك هنا تاني. واتفضل بقى روح لأي واحدة من التانيين، لكن اني ما عايزاش. يلا بقى كده؟ طيب انا همشي، بس انت شكلك هتبقى ايامك سودة معاي. وقال كلامه ده وسابها وخرج. وفي أوضة ليلى اللي هي أصلا بتحب فارس من زمان، افتكرت اللي حصل لما أبوها قال لها إن فارس جاي يتقدم لها. فلاش باك. بقول لك ايه يا ليلى يا بنتي، دلوك في عريس جاي وطلب يدك مني وانت عارفاه زين. ويطلع مين العريس ده يا بوي اللي أنا عارفاه؟ العريس يبقى فارس كبير البلد. ليلى بفرحة: فارس؟ هو فارس بنفسه طلب منك يدي يا بوي؟ طيب متى حصل الكلام ده؟ هو مش كان مسافر بلاد برا؟ ايوه ورجع بقاله يومين وجالي وطلب يدك مني، بس مش دي المشكلة. المشكلة حاجة تانية. حاجة ايه يا بوي؟ خير اتكلم وقول في ايه؟ ولا انت ما عايزش توافق عليه بسبب اللي حصل زمان بين العيلتين؟ برضك مش دي المشكلة. المشكلة يا ليلى ان فارس ولد المنشاوي جالي وطلب يدك، وراح لعمك عادل وطلب يد اسماء، وراح لعمك صلاح وطلب يد سارة. ليلى بصدمة: واه، انت بتقول ايه يا بوي؟ معقول اللي انا بسمعه ده؟ كيف يعني يروح يطلب يد بنات عمامي هم كمان؟ ليه؟ والله ماني فاهم حاجة يا ليلى، والمصيبة ان عمامك موافقين. اصل هو هيدفع مهر كبير لكل واحدة فيكم كم فدان كده. وانت بقى موافق انت كمان زيهم يا بوي؟ بس انا مش موافقة على كده. ماشي يا بوي، مش موافقة لحسن والله اولع في روحي. وجت سعاد وقالت لفؤاد: خلاص يا فؤاد، قول له اننا مش موافقين عاد، انا مش مستغنية عن بنتي. انت اتجنيت في عقلك يا سعاد؟ انت عايزاني اروح اقول للكبير ان بنتي مش موافقة عليك؟ انت عايزاه يرمينا برا البلد ونلف على كل البلاد واحنا في السن ده؟ يعني انت وعمامي موافقين انه يتجوزنا احنا التلاتة عشان خايفين منيه؟ ما كنتش اعرف ان الخوف هيملى قلوبكم كده. اني غصب عني يا ليلى لازم اوافق. سامحيني يا بنتي، وبعدين ده هيبقى جوزك، يعني انت هتبقي مسؤولة مني. اني مش عايزك تشيلي هم واصل. اتكلمت سعاد: والله انا ما عارفاش انت واخواتك جرى في عقلكم ايه عشان تجوزوا بناتكم مع بعض كده لواحد من عيلة المنشاوي. وهو فارس اي واحد يا سعاد اياك؟ ده الكبير يا مخبل انت. وبعدها ليلى ما لقتش مفر غير ان هي توافق على فارس اللي هي بتحبه. باك. وفجأة وهي سرحانة فيه لقيته فتح الباب ودخل مرة واحدة، وهي كانت قاعدة وفردة شعرها اللي لونه اسود وناعم وكانت زي القمر. ولما شافها اتصدم
وهي كمان ارتبكت وقالت: انت ايه اللي انت عملته ده؟ كيف تدخل عليا كده؟ امشي اطلع بره. انت كيف تتكلمي معايا كده؟ وطلعت ليلى مسدس من تحت المخدة وقالت: مش عاجبك كلامي؟ يبقاني هخلي ده اللي يتكلم. وراحت طالعة طلقة من المسدس، بس فارس بعد وما جاتش فيه وهو اتعصب. ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت اتجنيتي في عقلك اياك. والباب خبط وكانت أمه وثانية وكل اللي في السرايا، وفتح فارس وأمه قالت: في إيه يا فارس يا ولدي؟ إيه ضرب النار ده؟ جاي منين؟ ما تقلقيش يما، مفيش حاجة، أنا بس كنت بنظف السلاح بتاعي وخرجت منه طلقة كده غصب عني. أنا بخير واطمني. طيب الحمد لله يا حبيبي. يلا كل واحدة على أوضتها. هو في إيه؟ كلكم جيتم كده ليه؟ أسماء بخبز: كيفك يا حماتي؟ أنا فرحانة قوي إني شفتك، والله يبارك لنا في عمرك يا رب. هو انت تطلعي مين بقى؟ هو اسمك ايه؟ وبنت مين؟ أني أسماء بنت عادل، وأمي تبقى دلال. طيب اسمع بقى يا فارس يا ولدي، لو هيبقى فيه مشاكل في السرايا هني كل يوم والتاني أنا هرجع من مكان ما جيت، انت سامع ولا لا؟ قالت كلامها ومشيت من قدامه، وهو قال: انتوا واقفين هنا ليه؟ يلا كل واحدة على أوضتها، يلا. ومشيت سارة وأسماء، وهو قال لليلى: أنا هعتبر اللي حصل ده ما حصلش واصل، عشان انت بالذات ما عايزش أزعل منك. لا ازعل، هو يا ريت تطلقني يا فارس، عشان انت مش هتطولني ولو على جثتي، واني ماليش صالح بيك واصل، وهعتبر حالي عايشة معاك كده، وانت مش هتقدر تقرب مني. انت سامع ولا لا؟ انت جد كلامك ده أنا عارف إنه من ورا قلبك، لأنك عمرك ما كنت قاسي عليا كده. إيه اللي حصل؟ وإيه اللي وصلك لأنك تعملي فيا كده؟ ايه اللي وصلني؟ انت يا فارس، انت اللي عملت كده. لما جه ابوي وقال لي ده فارس ولد المنشاوي رايد يتجوزك، فرحت قوي وقلت اخيرا فارس جه لابوي، وراحت الفرحة في لحظة لما قال لي انك عايزني اني وبنات عمي. بقيت مش عارفة هضحك ولا عيط. عملت كده ليه؟ لحاجة في نفسي يا ليلي مش هينفع أقولك عليها دلوقتي. أنا عملت كده عشان في حاجة في دماغي يمكن تعرفيها بعدين، لكن من هنا لحد الوقت ده هتفضلي في نفسي وبس. عمري ما شفتك كده، لا يمكن تكون فارس، انت واحد تاني أنا معرفوش واصل. على العموم يا فارس، أنا بعتبر حالي مش مرتك، واللي عندك اعمله. ما كنتش أتوقع أبدا إنك تعملي كده، كنت فاكر العكس، وعمري ما فكرت إنك انت اللي هتمنعيني عنك. كنت فاكر هتفرحي لما تلاقي نفسك مرتي. هاني كنت هفرح لما أكون مرتك لوحدي يا فارس، مش أنا وبنات عمي. يا خسارة يا فارس، ما كنتش أعرف إن عيونك زايغة عليا. هاني وبنات عمي مع بعض في نفس الوقت، هاني وبنات عمي كمان. على العموم أنا خلاص اتجوزتكم انتوا التلاتة، وما فيش واحدة فيكم هتكسر لي كلمة، انت سامعة ولا لا؟ أنا هسيبك دلوقتي تفكري في اللي جاي عشان ما عايزش أزعل منك. وسابها وخرج من الأوضة، وهي قعدت على السرير تعيط. وبعدها لقى أسماء في وشه وبتقول: جرائية كبير، هو أنت مش ناوي تاجي تقعد معايا بقى ولا إيه؟ وبعدين أنت اللي دخلك عند البت السماوية دي. على فكرة بقى مفيش واحدة هنا هتعجبك جدي، أنا وبس. اسمعي يا أسماء، أنا هنا أمشي بمزاجي، أدخل عندك أو عند أي واحدة بمزاجي، وانت مالكيش صالح أدخل هنا ولا هنا، وإياكي تتكلمي معايا في الحوار ده تاني، سامعة ولا لا؟ سامعة وهسكت خالص، بس أنا بحبك يا فارس ورايدة أن أكون جنبك، أنا مرتك برضك. أسماء ادخلي على جوه، وإياك أشوفك في أي مكان في السراي، يلا ادخلي جوه. وسابته ودخلت بسرعة لما خافت من صوته، وهو نزل تحت قعد في مكتبه وخبط عليه سعفان الغفير وقال له: سلام عليكم يا كبير، في ناس جايين يقابلوك في حاجة مهمة، بيقولوا إنهم يعرفوا والد جنابك. من دول يا سعفان أنت تعرفهم؟ لا يا بيه، أنا أول مرة بشوفهم، أخليهم يدخلوا لجنابك ولا مشيهم من هنا؟ لا خليهم يدخلوا لما نشوف حكايتهم إيه عاد. ودخل 2 رجالة وواحدة لابسة قصير وشعرها أصفر، ودخلوا وهو قال لهم: يا مرحب بيكم، انتوا مين؟ أنا اسمي شاهين ده الجيار، وده أمير أخويا، وده هاني مدير أعمالنا. وفي الحقيقة يا فارس كنا جايين لك عشان نكمل معاك شغلنا اللي كان مع والدك الكبير. فارس باستغراب: شغلكم ومع أبوي ويطلع إيه الشغل ده عاد؟
أنا أبوي عمره ما قال لي إنه بيعمل شغل مع حد غريب. اتكلم أمير. على فكرة إحنا مش أغراب عن الحاج الله يرحمه، هو كان يعرفنا كويس وكان بيتعامل مع والدنا. وإيه بقى نوع الشغل ده اللي كان بيناتكم؟ أنا عارف شغل أبوي، ما قاليش عليه قبل كده. ما كانش ينفع إن الشغل بتاعنا أي حد يعرف عنه حاجة أبدا، لأن الشغل بتاعنا كان سر بينا إحنا وبس. لكن طبعا هو لما راح ما كانش في غيرك قدامنا، عشان كده إحنا جينالك. ويطلع إيه الشغل ده عاد؟ ولا مش هتقولولي وأنا بقى اللي نجم وأعرف لحالي؟ ضحكة شاهين ده دمك شربات يا فارس بيه. بص، أنا طبعا لازم أقولك عشان أنت اللي هتكمل معانا. إحنا الشغل اللي بينا كان آثار، وكان في صفقة كبيرة قوي هنعملها مع بعض، بس ملحقناش طبعا عشان الحاج راح الله يرحمه. فارس بغضب. انت بتقولي ايه؟ انت مجنونة ولا ايه؟ يعني الكلام ده ابويا كان شغال معاكم ليه؟ وابوي هيعمل كده ليه عاد؟ انتوا مين اللي زجكم عليا؟ يا سعفان، يا سعفان اقفل باب السراي وياك حد يخرج من هنا. ليه كده يا فارس بيه؟ هو انت شايفنا مجرمين وجايين نسرقك ولا ايه؟ احنا جايين لك عشان شغل مش عشان حاجة تانية، وبعدين احنا ضيوف عندك، يعني المفروض تكرمنا مش تحبسنا عندك. ما هو انتوا لو كنتوا جايين في خير انا كنت شلتكم فوق راسي، انما انتوا جايين في شر، جايين في حاجة انا ما برضاش بيها واصل. والله احنا كان شغلنا كده مع الحاج الله يرحمه، وانت لازم تكملوا معانا والا كل حاجة هتبوظ وهتروح من ايدك. احنا هنسيبك تفكر في كلامنا وهنبقى نعدي عليك مرة تانية. ومشيوا، وفارس قال لسعفان: انت متأكد يا سعفان ان ابوي عمره ما جاله الناس دي هنا قبل كده ولا حتى جملة حد في البلد؟ في الحقيقة يا كبير أنا عمري ما شفتهم واصل هنا، يمكن كانوا بيقابلوا البيه برا السراي، يمكن في مكتبه ولا حاجة، لكن أنا عمري ما شفتهم قبل كده. طيب يا سعفان روح انت شوف حالك يلا. ومشي سعفان، وفارس قعد يكلم نفسه: معقولة يا بوي؟ معقول انت تعمل كده؟ طيب ليه عاد؟ بس الحكاية دي أنا مش مرتاح لها واصل، ولازم أعرف إيه اللي ورا الناس دي. وبعدها لقى عادل ودلال داخلين السرايا، ودلال عمالة تزغرط وتزغرط. وفارس قال: إيه ده؟ في إيه يا ولية انت؟ اكتمي واقفلي خشمك. انت إيه داخلة فين هنا عشان عمالة تزغرتي؟ واه، جرى إيه يا كبير؟ أنا فرحانة ببنتي، هو مش اليوم الصباحية بتاعت بنتي إياك؟ أنا بقى جاية عشان أبارك لبنتي وأفرح بيها. لو سمعت حسك تاني أنا برميكي برا انت وجوزك وأخلي البلد كلاتها تتفرج عليكم. عادل بخوف: معلش يا كبير ما تأخذهاش، دي ولية خرفانة وبعدين بنتها الوحيدة بقى وعايزة تفرح بيها. تفرحوا في بيتكم هناك، إنما هنا تكتموا وتقفلوا خشمكم خالص، وإذا كان على بنتكم فهي فوق اطلعوا لها. ثانية يا ثانية. أمر جنابك يا فارس بيه. طلعيهم على أوضة أسماء ومن غير حس، ولو الولية دي زغرت التاني ارميها برا السراي. وطلعت دلال مع عادل وقالت له بصوت واطي: هو ماله كده؟ عمال بيزعج كده ليه عاد؟ ايه اللي عصبه؟ هو أنا يعني مش من حقي افرح ببنتي؟ بلا هم، انت السبب في الجوازة الطين دي، لما نشوف اخرتها ايه. اكتمي يا ولية واقفلي خشمك، كيف ما قال بدل ما يقلب علينا انا وانتي. اكتمي. ودخلوا على بنتهم، ودلال قالت: أسماء حبيبتي يا بنتي، كيفك يا نور عيني؟ طمنيني عليكي، عمل معاكي ايه الكبير؟ ولا حاجة ياما، اديني قاعدة في الأوضة من ساعة لما جيت، وكل لما اخرج ابص عليه الاقيه بيزعق فيا، انا معرفاش اعمل ايه عاد. كيف يعني الكلام ده يا بت؟ يعني على كده هو ما جاش ليكي عشية؟ يعني عمل الدخلة مع واحدة تانية؟ ولا معايا ولا غيري يا ابوي، ده هو نام في المكتب تحت، ولا واحدة فينا شافته واصل غير النهاردة الصبح. يا مري، يعني ايه الكلام ده يا بنت انتي؟ سامع اللي انا سامعاه ده يا عادل؟ انا ما مصدقاش. معقولة واحد كيف فارس بيه ده يكون ايه يعني؟ هيكون ايه يعني يا ولية يا ام مخ تخين؟ بقولك ايه يا دلال، مالكش صالح انت عاد، وكل راجل حر في بيته وفي مرته. ولما هو يكون كده يبقى حر برضك؟ لا يا عادل، اسمع لما اقولك، هو لو ما فيش منه رجع يبقى يطلق البيت ونخلصوا واحنا لسه على البر كده. يعني ايه يما كلامك ده؟ انا ما فهماش، انت تقصدي ايه ما فيش منه رجع دي؟ والله انا ما فهماش حاجة واصل.
انت برجلتيلي عاجلي. سيبك منيها يا بنتي، أنا عايزك بس تخلي بالك من نفسك يا أسماء، وأي حاجة جوزك يقولك عليها تنفذيها، ووعاكي تسمعي كلام أمك واصل. انت سامعة ولا لا؟ حاضر يا بوي، بس هو يحس بيا كده لحسن ده شكله ميال لسارة ولا ليلى، واني لا، مع اني من اول ما دخلت هني واني بحاول اكون الكل في الكل. انت خليكي وراه يا اسماء، وهو يبقى زي الخاتم في صباعك. هو الراجل يعني بيحب ايه غير الست اللي تكون دلوعة؟ وفي اوضة ليلى مامتها راحت لها وقالت: عاملة ايه يا ليلى يا بنتي؟ طمنيني عليكي، ايه الاخبار؟ هاني كيف ما انت شايفة يما، محبوسة في الأوضة هني لحالي، وحرمت عليه إن يدخل عليا واصل. يا مري، إيه اللي أنت بتقوليه ده عاد؟ أنت كيف تمنعي جوزك عنك كده؟ أنت عايزاه يقول إيه عليكي يا بت؟ أبوك معرفش يربيك إياك. ياما حرام عليكي، هو ده كل اللي يهمك؟ واللي حصل معايا ده مش همك واصل؟ أهم حاجة عنديكي هو يقول عليكم إيه؟ يقول اللي يقوله، لكن أنا يطولني مش هيحصل على جثتي. هو انت زعلانة عشان فارس بيه اتجوز بنات عمك كمان؟ مش كده برضك يا ليلى؟ وهو اللي حصل منيه ده هين يما، يعني ما سألتوش حالكم هو ليه عمل كده واتجوزنا احنا التلاتة؟ سعاد بتوتر: يعني هيكون عمل كده ليه يا بنت انت؟ ما هو قال ان هو رايد يتجوزكم عشان عايز كده، وده راجل، والراجل يعمل اللي هو عايزه عاد. يعني ابوي لو راح يتجوز عليكي هتقولي عادي؟ ده راجل ويعمل اللي هو عايزه يما. انت بتفكري كيف؟ انا ما فهماش واصل ايه اللي في راسكم. اسمع يا ليلى، يمكن ابوك خاف من الكبير عشان كده وافق عليه، عكس عمامك اللي كل واحد فيهم بص لان فارس كان وعدهم بالارض. وابوي بقى فرق ايه عن عمامي يما؟ هما كلاتهم زي بعض، اللي خايف كيف اللي طمعان. وعند فارس اللي دخل عند امه وقال لها: يما، انت تعرفي أي حاجة عن شغل أبوي؟ بتسأل ليه يا فارس؟ وبعدين ما انت عارف يا ولدي شغل ابوك زين، انت ليه بتسأل بقى دلوقتي؟ أيوة عارف شغله، لكن ما عارفش شغله الشمال يما. أبوي كان بيتاجر في الآثار، ما تعرفيش ده ولا إيه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا فارس؟ ابوك عمره ما كان ليه في الكلام ده يا ولدي، منين جالك الكلام ده عاد؟ كان في ناس هنا أغراب يما، وقالوا لي أبوي كان شغال في الآثار معاهم، وشغل كتير قوي، والناس جاية وعايزين نكمل اللي أبوي كان بيعمله. بس أنا ما عارفاش، وعمري ما صدق على أبوك كده. وما تخليش حد يضحك عليك يا ولدي، أبوك ما كانش في راجل زيه. أمال مين الناس دي؟ وليه جولي في الوقت ده؟ هو أنا كل شوية اكتشف حاجة جديدة ولا إيه؟ إيه اللي كان بيحصل في غيابي كل ده يخليني أشك إن أبوي صمم إن أسافر عشان يعمل حاجات ما تنفعش واصل؟ إيه اللي أنت بتقوله ده يا فارس؟ لا طبعا ما فيش الكلام ده، وأنا بعرف أبوك زين. ما تتكلمش على أبوك كده يا ولدي. ماشي يما، مسيري هعرف كل حاجة. ومين الناس دي؟ وبعدها سارة كانت في أوضتها وخرجت ونزلت لفارس تحت في مكتبه. هو أني ممكن أعرف أنا فين هنا؟ انت فين يعني؟ انت في بيت جوزك، امال فين يعني؟ هو فين جوزي ده؟ ماني من يوم ما جيت وأنا محبوسة في أوضتي، ما خرجتش منيها واصل، وممنوع الخروج. أنا عايز أعرف ده سجن ولا جواز؟ هانك ده ما عنديش حريم تخرج من بيتها واصل، هاني مرتي تفضل في أوضتها. وبعدين هو انت مش كل طلباتك واللي انت محتاجاه بيجيلك لحد عنديكي؟ عايزة ايه تاني؟ أنا عايزة أروح بيت أبوي، نفسي أشوفهم. وهم ليه ما يجوش ليكي عاد؟ ما أسماء أبوها وأمها جولها وليلى كمان، ليه انت بقى ما يجوش هنا؟ ولا هما مستنيين انك انت اللي تروحي عنديهم؟ أنا ما عارفاش هما ليه ما جوش لحد دلوقتي هنا، أكيد خايفين منك، وأكيد أنت اللي منعهم، مش كده يا فارس؟ اسمع يا بت انت، اياكي صوتك يعلى كده، انت سامعة ولا لا؟ وبعدين انا مالي ومال ابوكي، جالك ولا ما جاش ما يخصنيش، ويلا غوري على اوضتك. إيه كده؟ ماشي يا فارس، أنا بقى أشوف آخرتها معك إيه عاد. وبعدها عدت الأيام ولسه فارس سايب كل واحدة لوحدها وما طلع لهمش في يوم أبدا. وفي يوم شاهندة راحت له لوحدها وقالت له: أنا قلت أجي أشرب معاكي القهوة كده ونتكلم مع بعض، عشان أنا لقيت نفسي جاية لحد هنا. تنور يا مدام، بس لو كنت جاي عشان تتكلمي في الموضوع اعمل حسابك
إن الكلام في الموضوع ده انتهى، عشان أني ماليش في الشغل الشمال. ومين قالك إني جاية أتكلم معاك في الشغل ده؟ أنا جايالك عشان عايزة أتكلم معاك، أنا محتاجالك قوي يا فارس. أنت ما تعرفش أنت عملت فيا إيه أول مرة شفتك فيها. بصلها فارس باستغراب. طيب أنا عايزك تدخلي في الموضوع على طول عاد، أنا ما عايزش لف ودوران، عشان انت شكلك كده ما تعرفيش مين هو فارس المنشاوي. لا طبعا عارفة أنا بتكلم مع مين وقاعدة مع مين. أنا مع أرجل واحد في الصعيد كلها، وأكتر راجل ليه هيبة هنا، عشان كده ده اللي شجعني إن أنا أجيلك هنا. برضك أنا ما عارفش انت عايزة مني ايه عاد. بص يا فارس، من الآخر كده في واحد ضحك عليا في فلوس وبضاعة، والفلوس دي مبلغ كبير قوي، وأنا بصراحة عايزة أرجع حاجتي تاني. ما فهمش، يعني انت عايزاني اعمل ايه؟ ارجع لك فلوسك وبضاعتك اللي عندي، وبعدين يطلع مين ده اللي واخد حاجات منك وانت ما عارفاش ترجعيها، وده على اساس انك ما تعرفيش تجيبي رجاله يرجعوا لك حاجتك؟ لا طبعا أنا مش هعرف أجيب حد. أنت عارف هنا الصعيد الناس كلها عارفة بعضها، وبمجرد إن في حد غريب يدخل في البلد هنا كله بيبقى عارف هو مين. طيب قولي لي بقى هو مين ده اللي انت عايزاني اجيب لك منه حاجتك، واني بشوف بعدها اني بعمل ايه. أرجوك يا فارس أنت لازم تتصرف، أنا عايزة فلوسي على طول. ممكن تساعدني؟ أنا جيت لك لما لقيتك أنت اللي هتقدر تخليه يرجعهم. خلاص سيبيلي اسمه واني هعرف كل حاجة عنيه، وبعدها بتصرف معاه. في اي حاجة تاني؟ نسيت صح اسألك عن حاجة مهمة، هو فعلا ابوي كان معاكم في شغلكم الشمال ده؟ انا عايز دليل على كده. هو احنا يعني هنجيلك هنا ونتبلى على الحاج؟ لا يا فارس، أبوك كان أكبر ممول لينا في شغلنا في الآثار. هو اتصدم فارس وقال لها شرفت وانست يا شاهين هانم. قصدك يعني إن أنا أمشي؟ طيب بعد إذنك أنا في انتظارك ترد عليا يا فارس بيه. وهي خارجة خبطت في ليلى، وليلى بصت لها باستغراب، وشاهندة قالت لها هو السعي خليني أعدي، باي يا فارس. فارس باستغراب ليلى انت ايه اللي جابك هنا؟ في حاجة ولا ايه؟ فيه إن عايزة أقولك ارحم بقى كفاية كده يا فارس. هو أنت بتنتجم من كل الحريم ولا إيه؟ مين دي اللي كانت وياك دلوك؟ دي واحدة جايالي في شغلك ده وبس، لكن انت ايه اللي نزلك هنا؟ مش قلتلك بلاش واحدة فيكم تنزل تحت؟ ما أنت منعنا بقى عشان ما نشوفش الحريم اللي داخلة واللي خارجة عنديك، مش كده بردك؟ هي الغيرة هتاكل قلبك ولا ايه يا ليلى عاد؟ على فكرة باين عليك الغيرة قوي. واه غيرة إيه أنت كمان؟ لا طبعا أنا مش غيرانة ولا حاجة، أنا بس ما فهماش أنت ليه اتجوزتنا احنا التلاتة لما أنت مهملنا كده ولا واحدة فينا بتشوفك؟ هو انت هتفضلي تسألي كل لما تشوفي خلقتي؟ انا قلت محدش يسأل عن الحوار ده ولا تتدخل، وبعدين انتوا مش واحدة فيكم عايشة هنه بتاكل وبتشرب وعايشة احسن عيشة، عايزين ايه تاني؟ واضح كده إن الكلام معاك ما منوش فايدة. أنا همشي ومش هتشوف وشي تاني طول ما أنا موجودة هنا. ولسه هتمشي مسكها من دراعها وقال لها استني يا ليلى، انا عايزة اتكلم معاكي. هو احنا ايه اللي وصلنا كده؟ انت عاجبك حالنا؟ مش حالنا عاجبك؟ عايز مني ايه بقى؟ سيبني في حالي الله لا يسيئك يا فارس، وبلاش تخليني اعمل حاجات انا ما عايزاش اعملها معاك. وايه بقى الحاجات اللي انت ناوية تعمليها معايا يا ليلى؟ الحاجات اللي ناوي اعملها معاك يا فارس ان اقتلك واخلص منك واريح الناس منك ومن عمايلك دي. وهون عليك يا ليلى تقتليني؟ انت ناوية تعمليها وتقعد جاري تبكي على جثتي؟ لا يا فارس، انا هقتلك واشرب من دمك، هوع من وشي وسع بقى. ومشيت ليلى من قدامه وهو واقف يضحك على كلامها. وفي بيت صلاح كان قاعد معاه عادل وقال له وبعدين يا صلاح، تفتكر ان فارس هيوافق على كلام شاهندة واخوها ويشتغل معاهم ويرجع البضاعة اللي واخدها ولد المحروق اللي اسمه دهشوري ده؟ ما عرفش يا عادل، بس خلي بالك ان فارس مش سهل، وممكن يدور على كل حاجة تخص شاهندة، وساعتها أنا مضمنهاش واصل، وخايف لا تجر وتعترف علينا أنا وإنت. ما تخافش، أنا دافع لها دم قلبي عشان تكتم وتحط لسانها جوا خشمها وما تتكلمش واصل. زين يا عادل زين، أنا همشي بقى عشان ما حدش يشك في حاجة واصل. ومشي صلاح عشان يروح بيته، وهو ماشي قابل حد في الطريق وقال له أنا معرفش حاجة وماليش دعوة بحاجة، أنا ماليش دعوة بحاجة واصل. وفجأة وقع صلاح ومات في لحظة، والخبر انتشر في البلد كلها. ولما سارة عرفت فضلت تصرخ وتقول أبوي أبوي
يا حبيبي يا ابوي، عايزه اروح له. واتكلم فارس. هو في ايه؟ مالكم بتصوتوا ليه كده؟ اكتمي منك ليها، اوعاك اسمع حس واحدة فيكم. سعفان، في يا سعفان؟ ودخل بسرعة سعفان واتكلم. بيقولوا لقوا الحاج صلاح مقتول في الأرض الشرقية، في واحد شاف جثته النهاردة في الزراعة ومحدش عارف مين اللي عمل فيه كده. سارة وهي بتشاور على فارس. اقفلي خشمك وياكي اسمعك تنطقي اسمي على لسانك، انت سامعة ولا لا؟ خدها يا سعفان تروح دافنته وتاجي على هنه تاني. أنا مش جاية البيت ده تاني، وانت هتطلقني. أنا لا يمكن أفضل على ذمتك بعد النهاردة، انت سامع ولا لا؟ ومشيت سارة، وأسماء قالت له هو أنا ممكن أروح عزا عمي يا كبير؟ عشان انت عارف عمي ولازم أكون موجودة في العزا. روحي يا أسماء وياكي تتأخر هناك في بيت صلاح، وانت يا سعفان خليكي معاهم وصلهم وعاود تاني عشان نعرف هنعمل ايه في الحكاية دي. ومشيوا، وليلى فضلت واقفة وبصاله وقالت انت اللي عملتها صح يا فارس؟ ايوه انت، مش كده؟ انت بتقولي ايه يا خرفانة انت؟ كيف يعني اعمل فيه كده؟ انا لو كنت عايز اخلص عليهم التلاتة انا ما كنتش حدارة وكنت قتلتهم قدام الناس كلاتها. انا ما بخافش من حد واصل، لكن العاملة الخسيسة دي مش مني يا ليلى. يعني تقصد لو انت رايد تخلص على ابوي وعمامي هتخلص عليهم مش كده بردك؟ ايوه حصل، لانهم التلاتة عايزين ان انتجب منيهم، بس انا سايبهم لحد ما يجيني مزاجي. ليه يا فارس؟ ما هو مزاجك جايبك تقتل عم صلاح، ولا انت فاكرني هصدق الحكاية دي ان مش انت عاد؟ دخلت مامته وقالت وانت بقى عايزة تلبسي ولدي اي مصيبة وخلاص؟ انت اتجنيتي في عقلك ولا ايه؟ ده بدل ما انت اللي تكدب الكلام ده وتقولي جوزي ما يعملش كده واصل، انت اللي تقفي ضده. يعيب الشوم عليكي يا بنت فؤاد. خلاص يا ام عاد، هي ما تقصدش. ليلى عارفة زين من هو فارس، ابو قلب طيب اللي عمره ما يأذي اي حد واصل، مش كده يا ليلى؟ وهو فين فارس ده؟ انت لا يمكن تكون هو واصل. ايوه مش فارس انت واحد تاني. قالت كلامها وسابتهم وطلعت فوق، ومامته قالت هي قصدها ايه يا فارس يا ولد بكلامها ده؟ انا ما عارفاش انت كيف تتجوز العجارب دول كيف؟ بس ليلى يا امي غير كل البنات عمرها ما تبقى عجربة واصل، دي ليلى زينة البنات كلاتهم وما فيش واحدة زيها في الدنيا واصل. واه، ومالك بتتكلم عنيها كده ليه؟ كأنك عاشقها يا ولدي من زمان. هو ايه اللي بيناتكم عاد؟ اللي بينا كان حاجات كتير قوي. بقول لك ايه، انا مش فايق دلوقتي، لما اروح اشوف المصيبة اللي حاصلة في البلد دي عاد مين اللي عاملها. خلي بالك من نفسك يا ولدي، يا رب جيب العواقب سليمة. وفي بيت صلاح كانت مراته بتصرخ، ودلال قالت لجليلة شد حيلك يا خيتي، ربنا يرحمه ما يتعزش على اللي خلقه يا جليلة. واتكلمت سارة وقتل ابوي، اتجوزني عشان يقتله، ما فيش غير فارس المنشاوي هو اللي يقدر يعمل كده. واتكلمت دلال جرى ايه يا سارة؟ ايه الكلام اللي هتقوله ده عاد؟ عيب يا بنتي، عيب تقولي كده. فارس يبقى جوزك وما ينفعش تقولي عليه كده، وهو هيعمل كده في ابوك ليه؟ امال هو اتجوزنا احنا التلاتة ليه؟ انا وبنتك وليلى كلاتنا اتجوزنا في ليلة واحدة عشان ينتجم لعيلته من عيلتنا، ولا انت نسيت اللي فات زمان قوي؟ ردت دلال واه اكتم يا سارة وبطلي خريف يا بت، انت اتجنيتي ولا ايه؟ سكتيها يا اسماء، خديها واطلعوا فوق، يلا روحي انت وهي يا بت. تعالي معايا يا سارة وبطلي كلامك اللي ملوش عازة دي، انت عايزة فارس يسمعك يقلبها عليها وطيها ولا ايه؟ اياكي تتكلمي، اسكتي يا سارة اسكتي. مش هسكت يا اسماء، وهقول للحكومة هو اللي قتل ابوي. يا دي المصيبة السودة على دماغك يا مخبل انت، ده فارس لو سمعك وانت عمالة تخرف كده هيقتلك، وانت عارفاه لما بيطلع في شره بيبقى عامل كيف. اسكتي وحط لسانك جوه خشمك، يا ريته يقتلني وارتاح، انا ما عايزاش اعيش معاه. لو انت عايزاه انت وبنت عمك خليكم معاه، جاتكم الهم منك ليها. واه انت باين عليكي موت ابوكي طير الحتة اللي فاضلة في نافوخك يا ست سارة. انا هنزل تحت اشوف العزا، البقية في حياتك يا بنت عمي. ونزلت اسماء تحت، ودلال مامتها قالت لها بصوت واطي انت سبت بنت عمك ليه ونزلتي؟ قولي يا بنت ايه اللي حصل فوق؟ البنت عمالة تخرف يا ماي،
وقال ايه عايزة تروح للحكومة وتعترف على فارس ان هو اللي قتل ابوها، وفارس لو سمعها يما هتبقى مصيبة، ومش بعيد يخلص عليها ولا يطلقها. طيب ما كنت تشجعيها يا مخبلة انت، شجعيها انها تروح تبلغ عن فارس عشان يطلقها وتخلص منيها وما يبقاش غيرك في قلبه يا بنت الهبلة. هو انت ايه مفيش عقل في راسك؟ يعني عايزاني اعمل ايه يما؟ بس تصدقي كلامك صح. ايوه انا هسلطها عليه عشان هو يطلقها وبعدها يخلال الجو. طيب ما هو لسه في بلوى كمان. نسيتي ليلى ولا ايه؟ ليلى بنت سعاد؟ لا دي بقى لها رواقة، لما فكر لها فكيره يرميها هي كمان برا ويطلقها وما يبقاش الا انتي اللي في قلبه يا بنتي يا اسماء. هو انت فاكراني ساكته ولا ايه؟ ده انا هخليكي ست البلد كلاتها، بس اصبري عليا بقى يا بنت. يا حبيبتي يا ماي ربنا يخليكي ليا، تفكيرك ولا تفكير الابالسي. هش وطي حسك يا بنت، عايزاهم ياخدوا بالهم مننا ولا ايه؟ اسكتي خالص. وبعدها حصل وسارة راحت بلغت عن فارس ان هو اللي قتل باباها، والنيابة كانت بتحقق مع الكل وقبضوا على فارس. وقال للظابط هو أنا ممكن أعرف أنا بعمل إيه هنا؟ أنا ما عارفش أنا ليه مقبوض علي؟ في الحقيقة يا فارس بيه إحنا قبضنا عليك بناء عن بلاغ جالنا من زوجتك السيدة سارة صلاح، بتتهمك إن أنت اللي قتلت أبوها صلاح. فارس من الغيظ كان بيجز على أسنانه، والظابط فتح التحقيق وقال ما هو قولك فيما منسوب إليك؟ والله لو المدام عندها أي حاجة تثبت إن أنا عملت كده تجيب الإثبات، وأنا تحت أمركم عاد. أنا لو قتلت صلاح إيه اللي هيخليني أنكر؟ ولو قتلته بصحيح يبقى أكيد صلاح عدوي، وصلاح كان حماية أبو مرتي، يبقى كيف إن أقتل أبو مرتي عاد؟ طيب إيه اللي يخلي المدام تتهمك اتهام زي ده؟ إيه الدافع اللي يخليها تيجي وتبلغ عنك وتقول إن فارس جوزي هو اللي قتل أبويا؟ والله يا بيه انتوا تسألوها بقى عن ده، لأنني ما عنديش إجابة واصل. وبعدين ده احنا لساتنا متجوزين من قريب قوي، يعني هي لساتها عروسة. طيب تمام يا فارس بيه، اتفضل حضرتك، ولو احتاجناك تاني هنبقى نبعتلك. تمام، وانا تحت أمركم في أي وقت. بعد إذنك يا باشا، سلام عليكم. ومشي فارس وراح لعادل وفؤاد وقال لهم بنت أخوكم بتتهمني بقتل أبوها ودايرة في البلد تقول عليا كده، انتوا يرضيكم كده يا فؤاد انت وعادل؟ انا ما عارفش هي عملت كده ليه، البت حزينة على ابوها قوي وبتقول اي حاجة، اعذرها يا فارس بيه. فارس وهو بيزعق وانا مالي ومال اللي هي بتقوله ده، هي حزينة على ابوها تتهمني ليه؟ انت عارف اني ممكن اروح دلوقتي اخلص عليها بسبب اللي هي عملته ده، هي بتلعب معايا ولا ايه؟ واتكلم عادل احب على يدك يا فارس بيه، البت مسكينة وبقت يتيمة دلوقتي، خلاص سامحها الله يخليك يا بيه، اكيد هي ما تقصدش. يعني ايه ما تقصدش يا عادل؟ انتوا ما تعرفوش انها عاقله وكبيره وفاهمه بتعمل ايه زين؟ على العموم انا هسيبها في بيت ابوها متلجحه هناك، وهي بقى براحتها، حبت ترجع السرايا يا اهلا وسهلا، ما حبتش وعايزه تفضل قاعده هناك تفضل هناك براحتها على الاخر، انا ماشي. ومشي فارس رجع البيت، ورجعت اسماء وقال لها اتأخرت كده ليه في بيت عمك؟ كنت مستنية ال40 ولا ايه؟ أسماء بخوف أبدا أبدا يا كبير، أنا بس أصلي كنت قاعدة بواسي سارة، أصلها حزينة قوي على أبوها، يا نظري البنت كانت بتحبه قوي. وعشان بتحب أبوها قوي تقوم تتهمني بقتله؟ شفتي يا أسماء انت يا رضيك كده؟ واه بقى سارة اتهمتك انت يا كبير، يا عيب الشوم، هي كيف تعمل كده عاد؟ لا ملهاش حجة واصل، ما تزعلش نفسيك، هي بردك حزينة على أبوها. ماشي يا أسماء، اطلعي على فوق، يلا روحي. طيب انت مش ناوي تاجي عندي بقى؟ يا فارس أنا نفسي أقعد معاك ونتكلم في حاجات كتير قوي. اطلع يا أسماء، ربنا يهديكي، يلا. وطلعت أسماء وهي بتنفخ ومتضايقة جدا. وبعدها في بيت عادل كان فؤاد قاعد معاه وقال له ايه اللي حصل لصلاح يا عادل؟ ومين الناس الأغراب اللي كانوا عندك من كام يوم دول؟ ومين اللي غدر بصلاح؟ عادل بارتباك ناس أغراب؟ ناس مين اللي بتتكلم عنيهم يا فؤاد؟ أنا ما كانش عندي ناس أغراب ولا حاجة، ولا شفت حد، انت هتعملهم عليا إياك. اسمع يا عادل، أنا عارف إنك انت كنت بتعمل حاجة مش مظبوطة، انت وأخوك صلاح، وأنا كنت ساكت ومش راضي أتكلم لأنكم في الأول وفي الآخر
خواتي، بس لما توصل ان واحد مننا يروح يبقى الموضوع كبير، مش كده برضك ولا ايه؟ عادل بيبلع ريقه من الخوف وقال: ولا في موضوع كبير ولا حاجة يا فؤاد، وبطل تسأل أسئلة كيف دي، لأن ما عرفش حاجة واصل. خلاص يا عادل، خليك ساكت كده لحد ما نخلص واحد ورا التاني. على العموم يا أخوي، خلي بالك من نفسك وأنا موجود، لو في حاجة ابقى تعالى قول لي عليها. ومشي فؤاد وساب عادل، ودخلت عليه دلال وقالت له: طب والعمل يا عادل هنعمله ايه دلوك؟ لو الدور جه عليك انا هعمل ايه؟ انا معرفش اعيش من غيرك واصل. اكتم حسك يا ولية، الحيطان ليها ودان، انت عايزة تفضحينا ولا ايه؟ مش هسكت لحد قبل ما اخد كل حاجة منيهم، انا ليا كتير عنديهم، ولما الحاجة ترجع هاخدك ونسيب البلد ونمشي من هنا. أنا خايفة جوي يا عادل، موت أخوك صلاح ده خوفني على حالي وعليك أنت كمان، ربنا يسترها علينا. وفي بيت فارس طلع عند ليلى وخبط عليها وفتحت وقالت له: نعم يا فارس، بتخبط عليا ليه؟ عايز مني إيه؟ عايز اقعد معاكي، نفسي نقعد مع بعض ونتكلم في حاجة يا ليلى، نقعد ونفتكر أيام زمان. فاكرة يا ليلى لما كنت بتبقي راجعة من المدرسة وتعدي من قدام الشونة اللي كان فيها شغلنا أنا وأبوي عشان تشوفيني؟ ليلى حست إن قلبها حن للماضي وبدأت تفتكر وقالت: كانت أيام وعدت يا فارس، إيه اللي فكرك بيها دلوك؟ وهو أنت نسيتيها يا ليلى؟ معقول نسيتي كل حاجة بسهولة كده؟ بس لا، أنت ما نسيتيش ولا عمرك هتنسي، كيف ماني عمري ما هنسى يا ليلى، أنا بحبك كيف ما أنت بتحبيني. ومين قالك إني بحبك يا فارس؟ بلاش تضحك على روحك، أنا بكرهك قوي ومش طايقك واصل. بس عيونك بتقول غير كده، ليه بقى يا ليلى؟ مش عايزة تقوليها، أنا عمري ما عملت فيكي حاجة عيفشة واصل، أنا طول الوقت كنت بخاف عليكي وعلى زعلك، ولما سافرت قلتيلي إنك هتستنيني واديني رجعت واتجوزتك. وهو أنت رجعت واتجوزتني لحالي؟ لا يا فارس، أنت اتجوزتني بالجملة، خدتني وخدت 2 فوق البيعة. أنا ما عارفاش ليه اتجوزتهم معاي، دول أكتر 2 في العيلة، مش بطيقهم واصل. ليه كده يا فارس؟ وجعت قلبي ليه ليه؟ سلامة قلبك يا قلبي، أنا ناوي في الوقت المناسب أقول لك أنا عملت كده ليه، وهعرفك كل حاجة، وساعتها بقى أنا عارف إنك هتزعلي مني، بس صدقيني دي حاجة صغيرة من اللي كنت ناوي أعمله، وعشان خاطرك انت ما عملتوش. أنا ما فهمش منك حاجة. طيب وعم صلاح أنت اللي قتلته يا فارس؟ وهو من ميتة يا ليلى؟ أنا بأذي حد؟ قولي من ميتة. ليه؟ ما أنت أذيتني يا فارس، أذيتني باللي عملته معايا. على العموم من هنا لحد ما يجي اليوم ده اللي هتحكي لي فيه كل حاجة، ما عايزاش منيك أي حاجة وتسيبني لحالي. بس أنا محتاجك يا ليلى، أنا عارف مهما عملت هتفضلي زعلانة مني، بس أنا القدر هو اللي اختار لك ده. أرجوك يا ليلى، عايزك جنبي. وقرب منها: بعد يدك عني يا فارس، وانت خلاص مش هينفع نكون مع بعض واصل. وبعدها مشي وهي فضلت تعيط وقالت لنفسها: انت اللي عملت فيا كده يا فارس، كان نفسي تكون ليا لوحدي، بس انا معرفاش انت ليه اخترت تحطني معاهم ليه؟ وبعدها عند شاهندة قالت لاخوها: وبعدين يا امير، في اللي اسمه فارس ده انا مش عارفة هو ايه بصراحة، حجر ولا ايه؟ ده مفيش اي حاجة جاية معاه خالص، ولا دلع ولا غيره. لا بقولك ايه، انا مش عايز المصلحة دي تروح مننا، انت عارفة الناس دي لو احنا ما دخلناش فارس معاهم ممكن يعملوا فينا ايه، وهم معتمدين عليكي انت بالذات. يعني هو انا قصرت في حاجة؟ انا عملت معاه كل حاجة ومفيش حاجة نافعة معاه. انا مش عارفة البني ادم ده ايه بالظبط، بس تعرف فارس ده راجل كده مش زي اي حد انا قابلته في حياتي. طول عمري بشوف اشكال والوان، الا ده سبحان الله عنده كاريزما مش عند حد. جرى ايه يا شاهندة؟ انت وقعت فيه ولا ايه؟ احنا مش جايين نحب يا اختي، احنا لينا مصلحة عايزين نخلصها، وكل واحد يروح لحاله ونبعد عنه، ولا من شاف ولا من دري، ماشي؟ وانت عارفة احنا لو ما كملناش الناس دي هتعمل فينا ايه؟ عارفة طبعا. المهم ان انت لازم تزود شوية وتطلب منهم تاني. انا عايزة اجيب لي شوية حاجات يا امير، انا محتاجة حاجات كتير قوي. مش لما تتنيلي تعملي اللي عليكي باطلبي تاني؟ انا مش هقدر يا شاهندة، انت لو عايزة اطلبي انت. شاهندة فضلت قاعدة متضايقة وكانت بتفكر في فارس،
أما عند عادل كان بيكلم مجهول في التليفون وبيقوله: أنا لو عرفت إن أنت اللي عملت كده في أخوي أنا مش هعديها لك على خير. أنا أصلا شاكك فيك أنت وبس، أنت اللي ليك مصلحة في قتل صلاح. المجهول بيرد: بقول لك إيه يا غراب البين أنت، أنا ما عايزش كلام كتير. أنا لو عايز أعمل في أخوك كده كنت هسيبك عايش ليه؟ ما أنت وصلاح عجينة واحدة، وأنت وهو عايزين الولعة. أنا وأخوي ماشيين وراك وبننفذ اللي أنت بتطلبه منينا. عايز إيه تاني؟ الوحيد اللي مرضاش يدخل معانا في اللعبة دي هو فؤاد، وأنا عارفك أنت نفسك تدخل فؤاد معانا، لكن أنت معرفش مش كده؟ رد عليه المجهول: عشان فؤاد مش طماع زيك أنت وصلاح. أنت عارف اللي عمل في أخوك كده أكيد طمع في أكتر. بقول لك إيه يا عادل، أنت تتصرف وتجيب لي الأوراق اللي عند فارس، وإلا وربي لكوني مخليك تحصل أخوك. أنا مش هجيب لك حاجة قبل لما أرجع حاجتي اللي عند دهشور الكلب دي. أنت عارف إن هو محدش هيعرف يسلك معاه غير فارس، لأنه بيخاف منيه، وفارس معايزش يتدخل في الشغل ده. ما أنت وأخوك صلاح هبل قوي، هو في حد يعمل العمايل اللي انتوا عملتوها؟ ما انتوا عارفين فارس زين، وعارفين إن هو مش بيحب الغلط ولا في أي حاجة فيها شمال. انت إيه مش واخد بالك ورايح تبعت له واحدة زي شاهندة دي؟ وانت عرفت منين الحكاية دي؟ بقول لك ايه، انا عارف انك مش بتخفي عنك خفية، بس انت لازم تعمل لي اللي انا عايزه، وانا هعمل لك اللي انت عايزه، بس مش قبل لما اخد كل حاجتي من الكلب دهشوري ده. ماشي يا عادل، على العموم انا هتكلم مع الكلب اللي اسمه دهشوري واحاول ارجع لك حاجتك، بس انت بقى ما تنساش تجيب لي اللي اتفقنا عليه. وانا معاك، بس اعمل حسابك انت لو فكرت تغدر بيه انا هروح الفارس واحكي له على كل حاجة، وافتح في القديم. انت سامعني ولا لا؟ غور يا عادل، اياك تتصل بيا تاني قبل ما تنفذ اللي اتفقنا عليه. وقفل معاه التليفون. وفي بيت سارة مامتها جليلة قالت لها: هو انت مش ناوية ترجعي لبيتك وجوزك ولا ايه بقى يا سارة؟ لا، أنا مش ناوية ياما، أنا عايزة أفضل هنا في بيت أبوي. ولا انت مش عايزاني معاكي هنا؟ على العموم براحتك، انت لو ما عايزانيش أنا هتطلق واروح أعيش في أي مكان تاني بعيد عن هنا. انت اتجنيتي يا بت ولا ايه؟ اسمع يا سارة، انت لازم ترجعي بيت جوزك وتقعدي فيه وتعملي اللي هو يقولك عليه. انت سامعة ولا لا؟ هاني سكتلك كتير. انت عايزاني اروح اعيش مع الراجل اللي قتل ابوي يما؟ طيب حاضر، هاني هروح، بس لما اقتله ما تبقوش تزعلوا. يا مري، تقتلي مين يا حزينة؟ عايزة تقتلي جوزك يا بت عشان شوية كلام فاضي في راسك؟ حرام عليكي، مين اللي ملا راسك بالكلام العفش ده؟ مين اللي فهمك ان جوزك هو اللي قتل ابوكي؟ هما لو مش هو هيكون مين عاد؟ قولي يما، قولي لي بقى مين؟ وبعدين هو اتجوزني عشان ينتقم من ابوي. فارس اصلا مش عايزني من الاول، ولا اني كنت عايزاه، انتوا اللي كنتوا عايزيني كده عشان العز والجاه. ابوكي كان رايد مصلحتك يا سارة، عشان كده جوزك الفارس. طيب وليه فارس اتجوزني أنا وبنات عمامي؟ ها؟ ليه؟ قوليلي. طبعا عشان هو كان عايز كده وخلاص، أهم حاجة الكبير يبقى عايز إيه وبس. يوه يا بنتي، انت الكلام معاكي يوجع القلب. أنا هقوم من جنبك أروح وأشوف اللي ورايا. وسابتها. وسارة فضلت قاعدة تفكر إزاي هتطلب الطلاق من فارس. وبعد كده في السرايا دلال راحت تزور أسماء وقالت لسنية: كيفك يا سنية؟ معلش بقى، أنا جيت لما لقيت الكبير مش موجود. انتي عارفة إن هو لما بيبقى موجود بيبقى متعصب دايما، وأنا بنت بتوحشني قوي. يا مرحب بيكي يا ست دلال، اتفضل اطلعي فوق للست أسماء. بس لعلمك بقى فارس بيه ده مفيش أطيب ولا أحن مني واصل. هو فين ده بس يا سنية؟ ده على طول متعصب وبيعمل معانا مشاكل. يلا ربنا يهدي الحال. بالإذن أنا هطلع لبيتي بقى. وطلعت دلال، وهي طالعة قابلت أم فارس: يا مساء الفل يا ست الحاج، يا أهلا وسهلا بيكي. بصت لها أم فارس بقرف وسابتها ونزلت تحت. ودلال قالت لنفسها: واه، ايه الولية دي مالها بتبص ليه كده؟ أعوذ بالله منك لله يا عادل، انت السبب في الجوازة دي. يا رب بقى يا بنتي تبقي سيدة البيت ده كله. وطلعت لبنتها فوق
وعند فارس كان راجع من شركته بالعربية ومعاه الغفر بتوعه، وقال لسعفان: بقول لك ايه يا سعفان، انا عايزك تبقى تشوف لي موضوع الارض اللي في المنطقة الجبلية اللي هناك دي، ابقى عارف لي بتاعت مين، لان عايز اشتريها. انت عارف الارض دي حلوة وكبيرة. امر جنابك يا فارس بيه، اللي تأمر بيه. وفجأة اتضرب فارس بالنار، وسعفان فضل يصرخ ويقول: فارس بيه، فارس بيه اتقتل يا ناس، فارس بيه. ومحدش عارف مين اللي عمل كده، وأخدوه على المستشفى بسرعة. وهناك الدكتور قال لهم: للأسف بسبب إن هو نزف كتير جدا دخل في غيبوبة وما نعرفش هيفوق إمتى، ادعوا له. الأم اتكلمت بحزن وقالت: ولدي يا حبيبي يا ولدي، مين اللي عملك ده يا سعفان؟ مين اللي عملك ده؟ أنا معرفش يا حاج، والله إحنا ما شفناش حد واصل لما البيه انضرب، ما نعرفش الرصاصة جت من وين. ودخل عليهم عمو سالم والحاج منصور، وسالم اتكلم وقال: إيه اللي حصل يا أم فارس؟ في إيه يا سعفان؟ مين اللي عملك ده؟ اتكلمت الأم: محدش عارف يا سالم، أنا خايفة على ولدي جوي. الدكتور بيقول إنه دخل في غيبوبة ومحدش عارف هيفوق منيها ميتة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اطمني يا أم فارس، إن شاء الله بيقوم منيها فارس، وما شاء الله عليه، ربنا يحفظه، بيستحمل عاد. يا رب يقوم منيها يا رب. أنا خايفة عليه جوي، أنا مش هستحمل أعيش من غير واصل يا سالم، ده كل حاجة ليا في الدنيا كلها يا حبيبي يا فارس. واتكلم منصور: اهدي يا أم فارس، إحنا هنطمن عليه بأمر ربنا، عمره ما يجيب حاجة عفشة. فارس ولد حلال وبيعمل كل خير في الناس، وإن شاء الله خير. اطمني بقى. يا رب يا حاج منصور، هاني ما عرفاش بس مين اللي ممكن يكون عامل كده في ولدي. هاني ولدي راجل مع الكل وكل الناس بتحترمه. اطمن يا مرات اخوي، هاني هعرف مين اللي عمل كده وهجيبه حتى لو في بطن امه، مش هسيبه واصل. واتكلم سعفان: واني لازم اعرف مين اللي عمل كده في الكبير، عشان اني مش هسيبه واصل، وانتقم منيه واجيب حق الكبير. واتكلم سالم: والله وطمرت فيك العشرة يا سعفان، بس حق ولد اخوي انا اللي هجيبه بيدي. وعند عادل دخل بسرعة على دلال وقال لها: الحاج يا دلال، الكبير بيقولوا انه اتصاب وفي العناية المركزة، وبيقولوا انه بين الحياة والموت. انا مش عارف ايه المصايب اللي عمالة تنزل فوق راسنا دي. يا مري، ومين ده اللي امه داعي عليه وجاله قلب يعمل كده في فارس بيه؟ اوعك تكون لك يد في الحكاية دي، احنا مش ناقصين عاد. انت اتخبلت يا ولية في مخك ولا ايه؟ هو انا كيف هعمل كده؟ بقول لك ايه يا دلال، ما يشكيش كل دقيقة والتاني تقعد تقول الكلام ده، انت سامعة ولا لا؟ دلال بفرحة: طب وانت ايه اللي مزعلك في كده يا راجل؟ مش هو ده اللي احنا عايزينه ولا ايه؟ ده انا المفروض افرح وارقص وافرج الشربات كمان، ده يوم المنى والهنا، ده بنتك هتورث يا راجل. يخرب عقلك يا مخبل انت، انا ما عارفش انت ايه اللي في راسك عاد، وايه اللي يخليك تفرحي وترقصي؟ دي مصيبة. لو حصل له حاجة انت ناسية الحاجة اللي المفروض يجيبها لنا. ايوه صح، عندك حق يا عادل، بس لا، ما هي بنتك هتورث وتعوضك عن كل حاجة راحت منيك. انت ما تزعلش يا اخوي وخلينا نفرح عاد. انا عن نفسي عايزاه يروح ونرتاح. انا ما عارفش ايه اللي وجعني في المرة السو دي. بقول لك ايه يا ولية يا مخبولة انت، انا رايح لحد المستشفى عشان اشوف ايه الاخبار والدنيا وصلت لايه. ومشي عادل، ودلال قالت لنفسها: هو ايه الراجل ده؟ هو بيعمل كده ليه؟ يا اخوي بلا هم، انا بقى هروح لبيت السراي وبرتع فيها كيف ما انا عايزه. وفي بيت سارة قالت لامها: حاج ابوي رجع يما، حاجه رجع اهو. اكتمي حسك ده يا بت، انت عايزه الناس تقول ايه عاد؟ انت عايزاهم يقولوا بنت صلاح قتلت جوزها، انت جرت مخك حاجه؟ هاني فرحانه فيه، يا ريته يروح واخلص يما. اسمعيني يما، عشان لو جام وخف هاني هروح اعمل عامله اجيب اجله فيها، المهم ان اخلص منيه. اتكلمت جليله: استغفر الله العظيم، انت يا بنت شاربه ايه؟ شاربه اما ابوكي كل حاجه، ما فيش في قلبك رحمه؟ طلعاله هو كمان كان كده يفرح لما حد يموت ويكون مش على هواه. انا ما عارفاش اعمل فيكي ايه. ابويا الله يرحمه ما كانش في راجل زيه واصل، كان عارف المصلحه فين ويعملها. ايوه انا زعلت منيه انه وافق ان اتجوز فارس ومعايا بنات عمامي، بس هو كان راجل بيتكلم صح
في كل حاجة. الله يرحمك يا ابوي، من يوم ما راح والدنيا ملهاش طعم واصل. وعند ليلى ما كانتش تعرف اللي حصل لفارس لأنها حابسة نفسها دايما، وأسماء خبطت عليها وقالت لها: انت قاعدة هنا في مية البطيخ ومش دريانة باللي بيحصل هنا، انت هتفضلي لحد ميتة قاعدة وضربة الدنيا تناقش. ليلى بضيق: اللهم طولك يا روح، انت عايزة مني ايه يا أسماء؟ ايه اللي جايبك هنا دلوك؟ في ايه؟ فيه مصيبة حاصلة يا حبيبتي، وانت ولا انت هنا وفي عالم تاني. طيب اسمعي يا حلوة، عاد فارس اللي هو الكبير واللي يبقى جوزي وجوزك انضرب بالنار، وهو دلوك في المستشفى بين الحياة والموت. ليلى بصدمة: انت بتقولي ايه يا أسماء؟ انت جاية تهزري معايا ولا ايه؟ يلا غوري من هنا، وما عايزاش اسمع تتكلمي كده تاني. ده فارس بيه. وانت مش مصدقة ليه يا حبيبتي؟ هو مش فارس ده بردك حبيب القلب من زمان. على العموم انا مش بهزر معاكي، انا بقولك اللي حصل، وعندك الخدامين اسأليهم. انت بتتكلمي بجد؟ فارس في المستشفى؟ قولي يا أسماء، انا مش قادرة واصل، اتكلمي. ايوه في المستشفى، واستوعبي بقى، فارس هيروح وهنبقى اني وانتي وسارة 3 أرامل زي الفل بالإذن بقى. ودخلت ليلى وهي منهارة واتصلت على فارس، وكان تليفونه مقفول، واتصلت بأبوها وقال لها: ايوه يا ليلى الكلام صح، فارس بيه في المستشفى، وربنا يسترها عليه عاد ويخرج منيها على رجليه، البلد كلاتها حزينة قوي. ليلى بتعيط: طيب أنا عايزة أروح ليه يا أبوي؟ الله يخليك وديني ليه، تعالى خدني وديني عشان خاطري يا أبوي، الله يخليك وديني عنديه. طيب اهدي يا ليلى يا بنتي، أنا هجيلك دلوك واخدك ونروحوا هناك نطمنوا عليه، يلا سلام دلوك. وقفل معاها، وسعاد قالت له: مالها ليلى يا فؤاد؟ انت رايح فعلا توديها له؟ افرض امه اتعاركت معاها هتعمليه انت عاد؟ وهي امه هتتعارك معاها ليه بس يا سعاد؟ انا هودي بنتي اللي هي مرته عشان تطمن عليه، هو بردك مش جوزها ولا ايه؟ وسعي بقى يا سعاد، خليني اروح للبيت اللي مموت اروحها من العياط دي. ومشي فؤاد، وسعاد قالت: جيب العواجب سليمة يا رب. وفي السرايا راحت دلال لأسماء وقالت لها: ألف مبروك يا قلب أمك، ألف مبروك يا حبيبتي، يا سلام يا بنتي يا أسماء، بقى أنت هتعيشي في العز ده كلاته. ابقي افتكري أمك بقى بحاجة، ده أنا نفسي ومن عيني إني ألبس كردان كيف اللي مع أمه. هو أنت ما شفتيش غير الكردان بس يما؟ دي عندها صندوق مليان دهب، يا لهوي كتير قوي. انت بتتكلمي بجد يا بنتي يا أسماء؟ ده العز ده حلو برضك، مش الموكوس أبوكي اللي قال ايه حط فلوسه كلاتها مع واحد بتاع آثار وضحك عليه وخد البضاعة والفلوس وكل حاجة وهرب. أبوي ده طول عمره مش ناصح كيف الرجالة التانية يما، أبوي دايما مش بيحب يخلي حاجة معاه، دايما كل شغله وفلوسه مع ناس نصابة وما بيحرمش واصل. ايوه يا بنتي يا أسماء، انت متعود على كده، إلا أنا يا بنتي يا أسماء قاعدة معاكي بقالي يجي ساعة ولا شفت كوباية شاي ولا حتى بق مية. واه قولي يما انت عايزة ايه، واللي تطلبيه يكون تحت رجليك دلوك، عايزة ايه؟ أنا عايزة فاكهة وعايزة كمان نص فرخة ولا حلة لحمة، أهو بقى أي حاجة من اللي موجودة عنديكم، وأنا عارفة إن الخير هنا كتير قوي. من عيوني يما. بنتي يا سنية، انت يا بنت. نعمين يا ست أسماء، تأمرني بحاجة؟ أيوة يا أختي أأمر، أنا عايزاكي تجيبي لأمي كل الفاكهة اللي عندك وكل الوكل اللي عاملاه، يلا روحي من قدامي. ومشيت سنية دخلت المطبخ وهي بتنفخ، وأمها قالت لها: مالك يا حزينة في إيه يا بت؟ مين اللي كانت بتنادي عليكي دي اللي اسمها أسماء يما، قال إيه عايزة تاكل هي وأمها كل الوكل والفاكهة اللي موجودة في السرايا، ومش هممها اللي حصل لفارس بيه زينة الشباب. لا حول ولا قوة إلا بالله، روحي يا بت اعملي لها اللي هي عايزاه، مش ناقصين تقول كلمتين ملهمش عازة، ده عالم قليلة الدم. وفي الوقت ده ليلى كانت نازلة بتجري من فوق، وأسماء قالت لها بتريقة: على وين يا حزينة؟ ايه رايحة تطمني على حبيب القلب؟ روحي وابقي سلمي عليه. ليلى بصت لها بقرف ومشيت بسرعة عشان باباها كان واقف لها بره، وخرجت وحضنت باباها وقالت له: وديني ليه يا ابوي؟ انا عايزة اشوفه واطمن عليه بنفسي، وديني يا ابوي.
يلا بينا يا بنتي. وراحوا على المستشفى، ولقت الكل حوالين أوضة العناية المركزة، وراحت على حماتها وقالت لها: فارس وينه؟ الله يخليكي يا خالتي، قولي لي فارس فين؟ والدكتور قال لكم ايه؟ انا عايزه ادخله، عايزه اشوفه يا خالتي. ممنوع حد يدخل له يا بنتي، اديني قاعده اهو ونفسي ادخله وما عرفاش. يا حبيبي يا ولدي يا ضنايا. وفي الوقت ده راحت شاهندة هي وامير وقالت: هاي يا جماعه، اخبار فارس بيه ايه؟ انا زعلت قوي لما عرفت الخبر، هو اخباره ايه دلوقتي؟ يا ريت حد فيكم يطمني عليه. فارس بيه في غيبوبة ومحدش عارف هو هيفوق منيها ميتة. شاهندة بخبث: هي خبر معقول؟ بس اطمنوا يا جماعة، فارس بيه أكيد هيقوم منها. اطمنوا، أنا كان ليا خال كده بس فاق من الغيبوبة بعد فترة وبقى كويس، عشان كده بقول لكم اطمنوا، محدش يزعل، هو هيبقى كويس خالص. احنا عندنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله أنا عندي ثقة في الله إن فارس هيقوم منيها، عشان فارس ده راجل ومفيش منه واصل. سوري بقى، ممكن أعرف انت مين؟ عشان متعصبة قوي كده ومهتمة بحكاية فارس. انت مين؟ اتكلمت ليلى: هاني مرات فارس، والمفروض اني اللي اسألك انت مين وجاية هنا ليه؟ تعمل ايه عشان تقفي وسطينا كده وتدينا النصايح؟ انا شاهندة هانم، اكيد انت ما تعرفينيش، بس فارس بيه يعرفني كويس قوي عشان في بيني وبينه كيميا عالية قوي. تشرفنا يا مدام، يلا بينا يا امير ونبقى نيجي وقت تاني نطمن على فارس بيه. ومشيت شاهندة وأمير، وليلى وقفت متغاظة جدا منها وكانت بتعيط قوي. وعند أسماء أمها عمالة تاكل الفاكهة وتقول: يا حلاوة العز يا بنتي يا أسماء، أما العز ده طلع حلو جوي جوي. بقولك إيه، أنا عايزة أفضل قاعدة معاكي هنا يا بت، مش هيفضل في المستشفى وأمه معاه هناك. أنا بقى هفضل معاكي هنا، انت تقعدي براحتك ياما، ده بيت بنتك، وانت بقى احج واحدة انك تفضلي قاعدة هنيه معايا. طب داني هبقى مبسوطة قوي بيكي. حبيبة امك انت يا بت، اعمل حسابك لو جه وقال لي يلا انا هقول له انا قاعدة هنيه مع بنتي حبيبتي، صحي ولا ايه؟ وبعدها عدت الايام، وعادل كان عند شاهندة في القاهرة وقال لها: وبعدين بقى يا ست شاهندة، هو فارس بيه مش ناوي يفوق بقى ولا ايه؟ هانك ده خايف لا يروح قبل ما يجيب لي الحاجة بتاعتي. اتكلم أمير: انا مش عارف يا راجل انت اشمعنى معتمد على فارس بيه؟ ده انت ممكن تجيب راجلين وتروح لدهشوري ده وتعلقه وتاخد منه كل حاجة، وانت بقى فاكر انها بالساهل كده اياك؟ ده دهشوري ولد حرام، واي حد ينوب ناحية هناك مش بيسلم واصل، محدش هيقدر يقف قصاده غير فارس بيه وبس. طيب افرض ان فارس بتاعك ده مات، هتعمل ايه انت بقى؟ ولا هتجيب حاجتك منه ازاي يا عم؟ فكر في حاجة تانية وشوف حد تاني. وبعدين لعلمك بقى فارس مش مصدق ان ابوه كان شغال في الشمال. ما هي دي المصيبة يا أمير، أنا مش عارفة فارس ده هيقتنع ولا إيه، مش عارفة. بس الأهم من كل ده دلوقتي لازم يقوم منها. بس تفتكر مين اللي عمل فيه كده؟ مش يمكن دهشوري هو اللي عمل كده؟ فارس راح له وطلب منه انه يرجع الحاجة زي ما شاهندة طلبت منه، قام خلص عليه. تصدق فعلا يا أمير، بس تعرف أنا قلبي وكلني عليه قوي، أصل مستخسرة فارس ده في الموت بصراحة، نفسي قوي يقوم منها بالسلامة. واه جرى ايه يا شاهندة هانم انت؟ عينك منيه ولا ايه؟ اوعي تنسي ان فارس ده يبقى جوز بنتي. يعني بنتك بقى اللي كانت عنده في المستشفى النهارده دي كانت عمالة تبصلي بغيظ قوي، كانت هتاكلني عشان انا كنت قلقانة على فارس. عادل باستغراب: اسماء بنتي كانت في المستشفى؟ راحت ميتة البت دي؟ لا مش اسمها اسماء، انا سمعتهم بيقولوا لها يا ليلى. دي ليلى بنت اخوي فؤاد، ما هو فارس متجوز بنتي وبنت اخوي صلاح الله يرحمه وبنت اخوي فؤاد، التلاتة في ليلة واحدة. ولاد المحظوظة بقى التلاتة اتجوزهم في ليلة واحدة وعايشين معاه في بيت واحد، ده من بختهم بقى. ايه يا شاهندة في ايه؟ ما تلم نفسك بقى، هو انت مش عامله لي اعتبار ولا ايه؟ انا مش عارف انت اللي عاجبك في فارس ده بتاع الصعيد، ده قفل وحتى مش بيفهم السما من العمى. مين ده اللي مش بيفهم عاد؟ طب ده فارس بيه باش مهندس كبير متخرج من الجامعة، كيف بقى تقول عليه قفل كده؟ وضحك أمير وقال: خلاص ما تزعلش يا عادل، انت اللي قفله مش هو. عادل بضيق
واضح انك سكرت وبقيت تايه ومعرفش انت بتقول ايه. انا ماشي بقى ومش قاعد معاكم هنا. ومشي عادل، وشاهندة قالت لأمير: ايه اللي انت قلته ده يا أمير؟ ما تتكلم كويس وتحسن ملافظك يا أخي. هو انت مش عارف ان الكلام اللي قلته ده بيزعل الصعايدة ولا ايه؟ لو سمحت بلاش تغلط فيهم. وسابته ودخلت جوه. وعدت الأيام وفارس لسه في الغيبوبة في المستشفى. ومامته قالت للدكتور: أرجوك يا دكتور، أنا عايزة أطمن على ولدي، خلينا أطمن عليه، نفسي أشوفه، نفسي أشوفه يا ولدي. واتكلمت ليلى هي كمان: وأنا كمان نفسي أطمن عليه وأشوفه، أرجوك يا دكتور خليني أشوفه. انا لو في ايدي حاجة انا كنت عملتها، بس مش هينفع دلوقتي خالص. ارجوكم اعذروني، على اخر النهار انا ممكن ادخلكم ليه، بس مش عايز شوشرة، تمام؟ ومشي الدكتور. ومامته قالت لليلى: هو انت مالك ملهوف عليه كده ليه؟ هو انت بنت مين؟ وبعدين هو مش انت برضك من اللي اتجوزها فارس غصب عنيها؟ هاني ليلى بنت فؤاد وامي تبقى سعاد، بس انا فعلا كان غصب عني لما وافقت على فارس، بس دي لما عرفت ان هو اتجوز بنات عمي وما عرفاش هو عمل كده ليه. ولما سألته مرضاش يقول لي هو عمل فيا كده ليه. انت بتحب فارس يا ليلى يا بنتي، أنا قلبي اتفتح لك عن التنين التانيين اللي هو متجوزهم عاد. قوليلي بقى، انت تعرفي فارس من زمان؟ ايوه، هاني اعرف فارس من ايام ما كنت في المدرسة، وهو كان بيعدي بحصانه من قدامنا، كانت كل البنات هانيها تطلع عليه وتتمناه، وانا كنت بغير عليه منيهم وكنت عايزة الفت نظره ليا. وفي مرة حصل فلاش باك. ليلى كانت ماشية قدام الحصان بتاع فارس وقال لها: هو انت مش خايفة من الحصان ولا ايه؟ انت ايه اللي موقفك كده؟ ممكن توسعي بدل ما تتعوري يا شاطرة. واه، ماني ماشية في طريقي، انت اللي جايب حصانك ورايا، هاني مالي بيك عاد. بقول لك ايه، الشارع واسع قدامك اهو، روح امشي من اي مكان تاني. وفارس نزل وبصلها باعجاب وقال لها: وانت بقى تبقي مين؟ انا اول مرة اخد بالي منك. وانت عايز تاخد بالك مني ليه؟ انت مالك ومالي، وسع كده من طريقي عاد. واه، هو انت ما تعرفيش انا مين ولا ايه؟ انا ممكن اعرفك بنفسي، انا فارس، تسمعي عني ولا لا؟ ليلى بارتباك: ايوه سمعت عنك قبل كده، عايزه بقى من فضلك وسع خليني امشي من هنا، انا هتاخر على البيت. وبعدها مشيت ليلى وفارس صمم ان هو يعرفها كويس، وفعلا فارس بقى يروح وراها في كل مكان لحد ما اتعلق بيها وهي كمان. وفي يوم قال لها: أنا بدي أتجوزك اليوم قبل بكرة يا ليلى، بس أنا لسه عندي بعثة في ألمانيا ولازم أروحها وأسافر، ومش هعرف أتقدم لك غير لما أرجع. يعني أني هستناك كتير على ما ترجع يا فارس؟ أنا رايح 2 وراجع، عايزك تستنيني يا ليلى عشان خاطري، أنا بحبك قوي ومش هقدر أعيش من غيرك. خلاص يا فارس، هستناك لحد ما ترجع، بس انت بقى ما تروحش هناك وتنساني لما تشوف البنات اللي هناك، اياك تعملها يا فارس. واه، هو انت في احلى منك في الكون كله؟ انت اجمل بنت في العالم. باك، وبعد ما صبرت السنين دي كلتها اتفاجئت لما لقيته جاي يطلب يدي انا وبنات عمي الاتنين هما كمان، والمصيبة من دي كلاته انه جاب الاتنين عجارب. بس انا ارتحت لك انت يا ليلى، وطالما انت كنت حبيبة فارس تبقي حبيبتني كمان. المهم ان انا اطمن عليه يما. تسمحي لي اقول لك يما، انا حبيتك قوي. ايوه طبعا يا قلبي، انت مرة الغالي يا ليلى، يعني هتبقي الغالية في قلبي، ويا ريت يا ليلى نطمن على فارس ويقوم بالسلامة يا رب العالمين. يا رب، انا نفسي قوي يقوم واقول له اني لسه بحبه قوي، اصلاني كنت لما هو بيدخل عليا كنت بوبخه وبطرده من عندي. يا ريت يا بنتي يقوم عشان تقولي له انك خلاص راضية عني يا ليلى. انا حاسة ان فارس هيفرح قوي لو دخلتي، ممكن يقوم من النومة دي. هاني هقول للدكتور، هاني هدخله دلوقتي، لازم ادخله. ودخلت ليلى وقعدت جنبه وفضلت تقول له: يا فارس، هاني ليلى حبيبتك، يا ريتك تصحى بقى يا فارس، انت وحشتني قوي، انا عايزاك جنبي، انت ما تعرفش انا خايفة عليك قد ايه، الله يخليك ترجع ليا عشان خاطري، ارجع لي بقى يا فارس. وفضلت قاعدة جنبه على الكرسي. ودخلت مامته وقالت لها بصوت واطي: ايه الاخبار يا ليلى؟ لسه ما فيش حاجة يا بنتي؟ يا حبيبي يا فارس، ربنا يقومك لينا يا حبيبي.
يلا نخرج يما قبل ما حد يجي ويشوفنا. أنا دخلت وهخرج بسرعة عشان الممرضة ما تاخدش جزة. وفي اللحظة دي كانت ماسكة ايده وهي لسه هتمشي. فارس مسك ايديها جامد وهي قالت: واه، فارس مسك يدي يما، مسك يدي قوي، فارس بيفوق، نادي على الدكتور بسرعة يما. وجريت أمه تنادي على الدكتور من بره وكلهم اتجمعوا والدكتور قال: انتوا ايه اللي دخلكم هنا؟ مش قلت ممنوع حد يدخل هنا؟ ارجوكم يلا بره. فارس مسك يدي يا دكتور، والله مسك يدي، أرجوك يا دكتور تشوفه، الله يخليك طمني عليه أرجوك. طيب اتفضلي اخرجي بره لو سمحتي. وبعدها الدكتور قال: يا ريت بقى النهارده ترجعوا البيت، وان شاء الله بكره هيكون دخل غرفة عادية. بجد يا دكتور، يلا بينا يا ليلى يا بنتي، خلينا نرجع وناجي بكرة. ورجعت ليلى وأم فارس السرايا ودخلوا والدنيا كانت ساكتة، مفيش أي حد خالص. ودخلت أم فارس أوضة المكتب ولقت أسماء بتحاول تفتح الخزنة وقالت لها: انت بتعملي ايه عندك يا اسماء؟ وايه اللي دخلك هنا؟ اسماء بارتباك: هاني اصلي يا حاجه كنت بنظف هنا الاوضه، اصل لقيتها كلتها تراب وعفشه قوي، فقلت ادخل اعملها بدل ثانيه. وايه اللي موديكي ناحيه الخزنه بتاعت الكبير؟ انت كنت عايزه منيها ايه يا اسماء؟ انطقي. ماني قلتلك يا حاجه، اني كنت بنظف الاوضه عشان لما فارس يخرج بالسلامه يلاقيها زي الفل، ربنا يقومه بالسلامه. بصت لها ام فارس بمكر وقالت لها: طيب يلا غوري على اوضتك، وياكي اشوفك تدخل الاوضه هنا ولا تهوبي ناحيتها. انت سامعه ولا لا؟ حاضر يا حماتي، اني غلطانه اني بهتم بحاجات جوزي، اني مش عارفه هو هيقوم ميته من الغيبوبه اللي هو فيها دي. وبعدها طلعت اسماء على اوضتها وليلى قالت لام فارس: هي ايه الحكايه يما؟ هي مالها اسماء؟ اني ما عارفاش يا ليلى، البت دي اني مش مستريحه لها واصل. اني حاسه انها كانت عايزه تعمل حاجه، ولما شافتني اتبرجلت وما بقتش عارفه تعمل ايه. تتصور يا ليلى، اني دخلت عليها لقيتها بتحاول تفتح الخزنه بتاعت فارس ولدي، ولما سالتها تقول لي اصل كنت بنضفها. ليلى باستغراب: طيب وليه هتروح تفتح الخزنه؟ هتكون عايزه ايه؟ فلوس يعني ولا ايه عاد؟ ماني بقول لك اني ما عارفاش واصل، وحاسه ان وراها حاجه كبيره، بس اني لازم اعرف البت دي كانت بتعمل ايه هنا. خلاص يما، يبقى لازم تبقى عينينا عليها من هنا ورايح. عندك حق يا ليلى يا بتي، اني هقول لسنيه هي اللي تعمل المهمه دي. بت يا سنيه، انت يا بت. تحت امرك يا ست الحاجه. نعمين. الام بصوت واطي: اسمع يا بت اللي هقولك عليه وتنفذيه بالحرف الواحد. اني عايزاكي تبقى عينيكي على اسماء مرات الكبير، انت سامعه؟ بس من غير ما هي تاخد بالها، فاهمه ولا لا؟ طيب يعني اعمل ايه يا ست الحاجه؟ تخلي بالك منيها لما تقعد لحالها، شوفيها بتكلم مين في التليفون، بتقول ايه، بتعمل ايه، وما تخليهاش تدخل المكتب تاني. والله يا ست الحاجه النهارده لما دخلت قلت لها محدش بيدخل الاوضه دي يا ست اسماء، بس هي بقى زعجت فيا جامد. انت بعد كده تمنعيها من دخول الاوضه، ولو قالت لك حاجه قولي لها الحاجه امرت بكده. انت سامعاني ولا لا يا سنيه؟ حاضر يا ست الحاجه، تأمريني بحاجه تاني؟ لا، روحي لما اشوف اخرتها ايه معاكي. وبعدها اسماء في اوضتها كانت بتحاول تتصل بباباها بس مش عارفه توصله، وقالت لنفسها: ما ترد بقى يا ابوي، انت فين عشان تليفونك يبقى مكفول كده على طول؟ خلاص بقى عنك ما رديت، هبقى رن عليك وقت تاني. وتاني يوم في المستشفى كان فارس فاق وليلى ومامته كانوا جنبه، ولما راحت له امه قالت له: كيفك يا ولدي؟ عامل ايه يا فارس؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. فارس بتعب. الله يسلمك يما، انت كيفك؟ طمنيني عليكي، انت بخير؟ وانت يا ليلى كيفك؟ اتكلمت الام: احنا بخير طول ما انت بخير يا حبيبي، ربنا يبارك لي في عمرك يا ولدي. انا عايزاك تشد حيلك كده عشان نخرج من هنا. واتكلمت ليلى: لازم تشد حيلك يا فارس عشان تخرج من هنا. ان شاء الله قريب هخرج من هنا واعرف مين ولد المحروق اللي عمل ده، عشان هيكون اخر يوم في عمره،
وانت ناوي على ايه يا فارس يا ولدي عاد؟ ما تسيب الحكاية دي للحكومة، اهي بتدور على الكلب اللي عملها. انت بقى وعاك تشغل بالك بالحكاية دي. اسمع كلام امك يا فارس، سيب الحكاية دي للحكومة وهم بيتصرفوا بقى. المهم انك تخرج من هنا على خير. قولولي بس، الدنيا كانت عاملة كيف في غيابي؟ الدنيا تمام يا ولدي وزي الفل، ناقص وجودك بس انت ترجع تنور الدنيا من تاني. انا اتفقت مع الدكتور يمه انه يخرجني من هنا في اسرع وقت عشان ارجع اشوف مصالحي. وفي السرايا كانت أسماء قاعدة في أوضتها وثانية واقفة بتتصنت عليها وهي بتكلم باباها وبتقوله: ألو، أيوة يا أبوي، هو أنت وين من امبارح؟ أنا طول الليل عمالة أرن عليك وأنا ما عارفاش أوصلك، هو في إيه بقى؟ معلش التليفون كان فاصل يا بنتي يا أسماء، وأنا كمان كنت عايز أوصلك عشان أعرف أنت عملتي إيه. عرفيني، عرفتي تفتح الخزنة ولا لا؟ ما عرفتش يا أبوي، ما عرفتش أفتح الخزنة عشان أجيب لك الورق اللي أنت عايزه ده. أنا كنت هروح في داهية، الولية حماتي دخلت عليا وأنا بحاول أفتح الخزنة، بس أنا توهتها في الكلام وعدت على خير عاد. يخرب بيت أبو اللي جابك، تخليها تشوفك كده ليه وأنت بتحاولي تفتح الخزنة؟ طب يعني لاحظت عليك حاجة يا بنتي يا أسماء؟ طمنيني. لا اطمن يا أبوي، أنا بقول لك إني توهتها في الكلام. اطمن أنت بس ما تقوليش أحاول مرة تانية عشان هي حرمت عليا إني أدخل الأوضة دي. لا يا أسماء، أنت لازم تحاولي تاني يا بنتي عشان أنا لازم أجيب الورق اللي في الخزنة عندي. هو الورق ده يخصك في إيه يا أبوي؟ ولا أنت عايز إيه عاد؟ ما تفهمني بقى عشان أنا ما أحبش أبقى كيف العبيطك دي. اسمع يا أسماء، أنت مش هينفع تعرفي حاجة واصل، وبقول لك إيه، انجزي في الوقت، خلينا ناخد الورق ونخلصوا من الحكاية دي. كل الكلام ده وثانية كانت سامعاه، وبعدها راحت قالت لمامتها: الحاجي يما الحاجي، تقريبا كده الحاجة كان عندها حق لما قالت لها خلي بالي منيها اللي اسمها أسماء واعرف كل حاجة هي بتعملها، أتريها فعلا وراها حاجة. ليه يا بنت ايه اللي حصل؟ هي عملت ايه؟ ثانية حكت لمامتها كل حاجة، ومامتها قالت: يبقى الست الكبيرة لازم تعرف كل حاجة يا ثانية، انت لازم تعرفيها لما ترجع، سامعة يا بت؟ وعند فارس في المستشفى ليلى قالت له: وانت بقى يا فارس مش ناوي تقولي ليه عملت كده؟ ليه اتجوزتني انا وبنات عمي؟ اظن اني من حقي اعرف، صح؟ أكيد من حقك تعرف يا ليلى، وأني خلاص هقولك على كل حاجة عشان كده لازم تعرفي، لازم كل حاجة تبان. آن الأوان إنك تعرفي إن لما رجعت من برا مصر ولقيت أبوي مات كان لازم أعرف مين اللي عمل فيه كده. أيوة يا ولدي، أنا قلت لك يومها إن شك في عادل وصلاح وفؤاد هما اللي تسببوا في قتل أبوك. أنت عشان كده يا ولدي اتجوزت البنات عشان تنتقم منيهم. أنا فعلا عملت كده عشان أنتقم منيهم، بس كان كل اللي شاغلني إن ألاقي اللي ساعدهم في قتل أبوي، لأن عرفت إنه في طرف معاهم في قتل أبوي. طيب يا فارس، وأبوي ذنبه إيه؟ على فكرة بقى أبوي ملوش يد في الحكاية دي، أبوي طول عمره ما كانش بيحب تصرفات عمامي وكان دايما واقف لهم على أي حاجة بيعملوها. إيه كمان عرفتها بعدين يا ليلى، وعرفت كمان إن اللي قتل صلاح هو عمك عادل، وهو نفسه اللي قتل أبوي. زي ما تقولك ده عمك صلاح كان ناوي يعمل حاجة فقتله. طيب ويطلع من ده يا فارس يا ولدي، تعرفه ولا لا؟ لا يما، أني معرفوش، بس مستني عادل يوصلني بيه. طيب وقول لي بقى، مين الحلوة اللي كانت بتاجي تسأل عليك هنا وكانت بتجيلك السرايا؟ تطلع من دي يا فارس. دي واحدة برضك شكلها كده ليها حكاية، وأنا بقى هعرفها، بس أنا لازم أعرف الأول هخرج من هنا ميتة، عشان أنا مش هقدر أصبر أكتر من كده على أولاد الكلاب دول اللي عملوا فيا كده أنا وأبوي. وموضوع شاهندة وأخوها مش داخل عليا واصل. ربنا ينور لك بصيرتك يا ولدي وتعرف وين الحقيقة كلاتها، وساعتها بترتاح من اللي في راسك دي، وأنا كمان ارتاح وأعرف مين اللي قتل أبوك. أنا نفسي يما ارتاح بعد ما أجيب حق أبوي من ولاد الكلاب دول. أيوة يا فارس، بس قولي أنت ناوي على إيه دلوك؟ إيه اللي هيحصل؟ وهتعرف كل حاجة كيف؟ أخرج بس من هنا الأول يا ليلى، وبعد كده
ربنا يسويها من عنده. وبعد كده عدى يومين وخرج فارس من المستشفى، وأسماء قالت له: الحمد لله على السلامة يا كبير، يا حبيبي نورت بيتك، كيفك يا كبير؟ مش انت بخير دلوك؟ الحمد لله يا أسماء، أنا بخير وعال قوي. وانت كيفك كده؟ وكيف أبوكي؟ أنا الحمد لله، أنا ما كنتش بنام وأنا شايفاك في اللي انت فيه ده، وأبوي حزين عليك قوي. أيوة يا أسماء، ما أنا عارف، لدرجة إنه هو كان دايما يجي يزورني وأنا في المستشفى، مش كده؟ أيوة يا كبير. طب ده كان ليل ونهار يروح يبص عليك هناك. أكيد انت عرفت طبعا إن هو كان بيروح يزورك في المستشفى. فارس بص لليلى وقال لها: بقول لك إيه يا ليلى، أنا هاجي أقعد في أوضتك، يلا نطلع على فوق. وطلع مع ليلى، وأسماء كانت واقفة متغاظة من اللي هو عمله. وثانية قالت لأم فارس: يا ست الحاجة، أنا كنت عايزاكي في موضوع مهم قوي قوي. طيب يا ثانية، تعالي نطلع عندي وقولي اللي انت عايزاه. وكلهم طلعوا، وأسماء فضلت واقفة تاكل في نفسها، وطلعت أوضتها. وثانية حكت لأم فارس على اللي سمعته. يا ليلة أبوها مطينة بطين، كيف تعمل كده؟ وإيه الأوراق اللي هتكون عايزاها من الخزنة عاد؟ بس أنا والدي لازم يعرف كل حاجة، أنا مش هسكت واصل ولازم أحكي له. أنا قلت أعرفك يا ست الحاجة عشان حضرتك قلتيلي خلي عينك عليها، وأنا لما بقيت أراجبها عرفت كل حاجة، بس حكاية الأوراق دي ما عارفهاش. برافو عليكي يا سنية، أنا برضك عايزاكي عينيكي عليها كيف ما انتي. يلا روحي شوفي شغلك. ماشي يا أسماء، أنا هوريكي. وخرجت ليلى من عند فارس، ومامته قالت لها: الحقي يا ليلى، مش أنا عرفت البت أسماء كانت بتحاول تفتح الخزنة ليه؟ البت كانت بتكلم أبوها وبتقول له إنها معرفتش تجيب الأوراق. أوراق إيه اللي هيكون عمي عايزها من الخزنة دي؟ انت لازم تواجهيها ياما عشان نعرف عمي عايز ايه. وراحت أم فارس على أوضة أسماء وفتحت الباب ودخلت عليها، وأسماء اتخضت وقالت لها: واه، في ايه يا حماتي؟ مالك داخلة عليا كده؟ دخلت مخبرين. اكتم يا بت، إياكي أسمع حسك واصل، أنا جاي أعرف إيه الأوراق اللي انت عايزاها انت وأبوك من الخزنة، اتكلمي. أسماء بخبص: ايه الكلام ده عاد يا حماتي؟ أوراق ايه وبتاع ايه؟ ما فيش الكلام ده عاد، أنا ما عايزاش حاجة من الخزنة. مسكتها حماتها من شعرها وقالت لها: والله في سماه لو ما نطقت يا بت يا أسماء لكن دفناك هنا. انطق يا بت. حاضر حاضر يا حمات، حاضر، أنا هقول، بس سيبيني الله يخليكي. أنا ما عارفاش أبوي كان عايز أوراق ايه، بس هو قال لي ألم كل الأوراق اللي في الخزنة وأديها له. ماشي يا بت المحروق انت وابوكي، أنا هتصرف في الحكاية دي، وهيكون آخر يوم في عمرك انت وابوكي لو ما قالش مين اللي وراه. ودلوك انت هتفضل هنا مقفول عليكي ومش هتشوفي حد واصل. هاتي تليفونك ده. وأخدت منها التليفون وقفلت عليها، وقالت لسنية: اسمع يا سنية، هنيكي عليها قوي، إياكي تخرج من هنا، أنا أصلا قافلة بالمفتاح ومعايا أهو. وفضلت أسماء تاني يوم تخبط من جوه وتزعق، وفارس سمعها وقال لمامته: هو في ايه يا ام عاد؟ مالها البت دي؟ الأم بارتباك: مفيش يا ولدي، دي بنت مجنونة كيف اللي جابوها. لا يما، دي شكلها محبوسة. هو الموضوع في ايه؟ قوليلي عاد. اسمعني يا فارس يا ولدي، أنا ما كنتش راضية أقولك، بس الحكاية. وحكت لفارس كل حاجة وهو اتعصب. فارس بعصبية: انت بتقولي ايه يما؟ طيب ليه ما قلتيش عاد؟ أنا هعرف كل حاجة. وراح فارس لأسماء وبرضه معرفش منها حاجة، وقال لها: اسمع يا بت انتي، هتتصلي بابوك وتقولي له ان الورق كله معاكي وتخليه يجي. يلا اتصلي بيه، يلا كلميه دلوك. وفعلا عملت كده، وراح عادل السرايا وكان مستنيه سعفان وكتفه ودخله لفارس. وعادل قال: واه، جرى ايه يا سعفان؟ انت مكتفني كده ليه عاد؟ ايه اللي جرى؟ انا جاي اشوف جوز بنتي. يا مرحب بيك يا حمايه، والله وليك وحشه، تصدق اني توحشتك قوي. ارميه هنا يا سعفان. هو في ايه يا كبير؟ هو سعفان مكتفني كده ليه عاد؟ انا عملت ايه؟ انت عملت عمله سودا يا عادل، ولو ما قلتش كل حاجه انا مش هخليك تخرج من هنا سليم. قلت ايه؟ اقول على ايه بس يا كبير؟ انا ما فهمش حاجه واصل. الله يخليك يا كبير، انا صاحب مرض وحباك ابو مرتك. لا، ما هي بنتك اللي هي مرتي
دي طالق مني بالتلاتة يا عادل. قول لي بقى اوراق ايه اللي انت عايزها من الخزنة عندي، ولو ما قلتش صدقني هتدفن هنا ولا حد هيعرف لك طريق جرة. هتقول ولا لا؟ أنا هقول على كل حاجة. أنا عارف إن الحكاية دي آخرتها سودة على دماغي. أولا يا كبير، أنا ماليش صالح واصل عشان هو اللي قال لي أعمل كده، واتفق معايا أنا وصلاح أخوي على إننا نوجعك ويطلع من ده. انطق يا عادل وبطل ملاوعة. حاضر، هقول لك. عشان اللي عمل كده هو اللي قتل أبوك، وهو اللي ضرب عليك نار وكان عايز يخلص منك. فارس بصدمة. يعني انت كمان تعرف اللي قتل ابوي واللي ضربني بالنار؟ ايوه اعرف. والحكاية من لماني كنت داخل مع دهشوري في صفقة آثار كبيرة وحطيت فيها كل اللي حيلتي، أنا وصلاح أخويا الله يرحمه. وبدأ عادل يحكي كل اللي حصل فلاش باك. وبعدين يا صلاح هنعمل ايه في الحكاية دي؟ أنا عايز أعرف فلوسنا هترجع ولا لا؟ فلوسك مش هترجع يا عادل، خلاص. اللي بيروح عند دهشوري ولد الحرام ده ما بترجعش. بس أنا بقى عندي حل في الحكاية دي، تعال معاي. وراح عادل وصلاح لسالم عم فارس، وصلاح حكاله كل حاجة وقال له ما هو بقى لو انت ما وقفتش معانا ورجعت لنا فلوسنا من دهشوري، أنا هروح وأقول لفارس على كل حاجة قلتيه. اتكلم سالم. انت جاي تهددني يا صلاح في بيتي ولا ايه؟ سامع أخوك يا عادل؟ اتكلم صلاح. أيوة أنا بهددك يا سالم. انت عارف إن فارس نفسه يعرف مين اللي قتل أبوه ومين اللي خلانا نسرقه زمان، بس مين اللي خطط لده كلاته؟ اتكلم سالم. طيب يا صلاح، أنا مستعد أساعدكم وهقول لكم على الطريقة اللي هترجعوا بيها فلوسكم من دهشوري، بس مفيش حد في الدنيا كلاتها هيعرف يرجع لكم فلوسكم وبضاعتكم غير فارس الكبير. واتكلم عادل. وش معنى فارس بقى؟ انت تعرف ان فارس جالي وطلب يد بنتي وبنت صلاح وبنت فؤاد. حلو، يعني هتبقوا نسايب اهو. واتكلم صلاح. انت فاكر يعني يا سالم ان دي حاجة زينة؟ والله انا خايف لا يكون ورا حكاية الجوازة دي حاجة كبيرة. خلاص يعني، وافرضوا ايه اللي مخليكم توافقوا عليه؟ اتكلم عادل. عشان العز اللي بناتنا هيعيشوا فيه. ده فارس هيدفع فدادين ارض وفلوس كمان. المهم دلوك خلينا في موضوعنا. قلت ان فارس هو اللي هيجيب لنا بضاعتنا وفلوسنا من دهشوري. كيف ده؟ قول. اسمع يا عادل، انا هديك عنوان 2 ولاد حرام، بنتك ده واخوها هم عايشين الدور انهم ولاد ناس لكن هم ولاد كلب. انتوا هتروحوا وتدوهم فلوس وتقولوا لهم ايه اللي بتقولوا ليه يا سالم؟ وانت عايزنا نديهم فلوس منين؟ ما انا بقول لك كل فلوسنا خدها ولد المحروق اللي اسمه دهشوري. واتكلم سالم. خلاص انا بديكم كل الفلوس اللي انتوا عايزينها ونبقى نتحاسب بعد كده، مفيش مشكلة. المهم هتروحوا لهم وتخليهم يروحوا لفارس ويعرفوه ان ابوه الله يرحمه كان شغال معاهم في الآثار والتهريب والحاجات دي، وبعدها يقولوا له انهم عايزينه يرجع لهم البضاعة اللي عند دهشوري. اتكلم صلاح. طب وانت عايزنا ندخل ابوه في الحكاية دي؟ هو مش الراجل مات وشبع موت ولا ايه؟ لا انا عايزك ده، عايز كل الناس تعرف ان اخوي كان شغال في الشمال وفي الآثار والتهريب والمخدرات كمان. واتكلم عادل. وعشان ايه كل ده يا سالم؟ ما انت خلصت مني خلاص. عايز ايه بقى؟ ايه اللي يخليك تطلع عليه كلام عفش كده؟ على العموم انا معاك في اي حاجة طالما حاجتي هترجع. قول لي بقى وينهم ولد الحرام دول عشان نروح لهم؟ لا استنى يا حبيبي، منك ليه؟ انا هديكم العنوان والفلوس اللي هتدفعوها في المصلحة دي، بس انا بقى ليا طلب عنديكم. بما انكم بقى هتبقوا نسايب ولد اخوي وهتفضلوا داخلين وخارجين السرايا دلوك، انا عايز اوراق من خزنة فارس. الاوراق دي تخصني. واتكلم صلاح. ولما هي في خزنة فارس يا سالم احنا هنوصل لها كيف؟ اكيد يعني ليها ارقام سرية ومحدش هيعرف يوصل لها عاد. لا ما انت تشغل مخك منك ليه؟ فارس يتجوز بناتكم اكيد هتبقى اسراره مع واحدة فيهم، عشان كده ممكن تعرفوا توصلوا للورق بسهولة. خلاص يا سالم احنا موافقين على كل اللي تطلبه، المهم حاجتنا ترجع لنا. بس يا رب بقى فارس يصدق على ابوه ان هو فعلا عمل كده وشغال في الشمال. وبعدها فعلا راحوا لشهندة وأمير واتفقوا معاهم على كل حاجة، وصلاح هدد سالم عشان كان عايز فلوس وسالم قتله، وعادل راح وقال له انت اللي قتلت اخويا سالم مش كده بردك؟ انت اللي عملت كده. اخوك طمع بالجو يا عادل وكان لازم يدفع تمن طمعه ده. بقول لك ايه، خليك انت مع الناس وشوف مصلحتك. واظن دلوك
الحاجة بدل ما هي كانت هتتقسم على تانيين هتروح لواحد بس. وبعدها مشي عادل وسالم، كان كل يوم يسأله عمل ايه في الخزنة، وعادل يقوله البت ما عرفاش تدخل أوضة مكتبه لأنه موجود فيها على طول. ماشي يا عادل، أنا هتصرف مع ولد أخوي. وبعدها راح وضرب فارس بالنار، وقال لعادل أظن دلوك تقدر تدخل المكتب وتاخد منه اللي انت عايزه. انت ليه عملت كده يا سالم؟ لو فارس مات مين اللي هيجاب لي حاج من الدشوري؟ ما تخافش مش هيموت. باك. وده كل الحكاية يا كبير. بقى كده يا عم سالم يتفق عليا ويعمل كده ويقتل أبوي وأنا معرفش. واتكلم سعفان ده كان معانا في المستشفى لما جنابك كنت في الغيبوبة، وبقى يقول أنا اللي هجيب حق ولد أخوي من اللي عمل كده. ما هو ده يا سعفان اللي بينطبق عليه المثل اللي بيقول يقتل القتيل ويمشي في جنازته. أهو المثل ده اتعمل عشان عم سالم الخسيس. اسمعني يا سعفان، تطلع على المركز وتبلغ بكل اللي حصل دلوك، وتخليهم يروحوا يجيبوا ولاد الحرام اللي بيقول عليهم دول اللي اسمها شاهندة واخوها. وبعد كده هنروح كلتنا لعمي عشان ده لازم تشريفة تليق بيه. طيب وين يا كبير هتعمل معايا ايه؟ انت بقى يا عادل هتروح النيابة وتحكي كل اللي حكيته دلوك كلاته، وبعدها بنتك هتبقى في بيتك معززة مكرمة. بنتك طالق وانت هتروح السجن بقى يا راجل. عايز تهرب آثار وتعدي منيها كده على خير؟ لا، خدوا يا سعفان سلموا للشرطة. وبعد كده حكى فارس كل اللي حصل لمامته. الأم بصدمة بقى كده يا سالم، انت أس البلاوي منك لله، طول عمرك غلاوي وعامل فيها حبيب. وكده الحكاية كلها خلصت يما، وكلهم هيتقبض عليهم في الشرطة. وانت ناوي على ايه يا ولدي دلوك مع الحريم اللي انت اتجوزته؟ أنا ما اتجوزتش غير واحدة بس يما، تبقى حبيبتي ليلى اللي هعيش معاها عمري. يا زين ما اخترت يا فارس. وبعدها فعلا فارس طلق أسماء وسارة، وكل العصابة اتقبض عليها. وبعد كده فارس راح لليلى وقال لها اديني بقيت ليكي لوحدك اهو. ليلى بابتسامة يعني ما كان من الأول يا فارس، انت الحب وانت اللي في القلب. كان نفسي جوازنا يبقى فرحة مش يبقى صدمة. كان نفسي اعرف مين اللي قتل ابوي وديني عرفت. بس دلوقتي انا ليكي ومعاكي على طول يا ليلى يا حبيبة القلب. انا طلقتهم التنين وبقيت ليكي لوحدي. ربنا يخليك ليا يا فارس وانا عايش في سعادة على طول. بقول لك ايه، انا هاخدك ونسافر كام يوم نبدأ شهر العسل عشان تبقى عروسة بجد والفرحة تبقى كبيرة. وبعد كده عاشوا في سعادة، وفارس فرح أكتر لما عرف إن ليلى بقت حامل. وبكده تكون خلصت حكايتنا. واستنوني يا حبايب قلبي في حكاية جديدة روعة جدا إن شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم حلقات المسلسل الجديد. سلام.